مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا هلا وسهلا فيكم معنا في قناتكم قناة هلالي نوت، صوت هلالي، وفي برنامجكم صوت الزعماء. يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفنا وضيفكم الأستاذ والإعلامي الكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم الجار الله. حياك الله معنا أبو بدر. شكرا لك على حضورك. الله يطول عمرك. شكرا لك أستاذ فايز، وأنا فخور أني أكون معكم ضيف أو من حمام الدار يعني، ويسعدني ذلك. يشرفنا. الله يسعدك إن شاء الله. طبعا أنت مثل ما عارف ومتابعينا يعرفون أنه قناة هلالي نوت تتكلم عن الرياضة بالعموم وتخص الهلال بالحديث. أسألك تحديدا الآن عن الهلال في الدوري في كرة القدم، في الفريق الأول إلى أين يسير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بنتكلم عن الفريق الهلالي الآن هو متصدر طبعا، احنا نتكلم بعد الجولة التاسعة. الهلال طبعا ب21 نقطة. جميل. ويليه النصر ثم الأهلي ثم الاتحاد ثم الشباب إلى آخر القائمة. لكن من ميزة وتفرد نادي الهلال، وحتى قد يحسبها بعض الجماهير بالذات الأخرى التي ليست من جماهير نادي الهلال، طبعا يحسبونها علينا أنه قاعدين نطبل فريق الهلال. لا، ميزة الهلاليين أنهم حتى وهم في الصدارة لا يقتنعون. الهلال تعودوا أنه يكون هو في القمة، وحتى مرت سنوات كثيرة على الهلال وهو متصدر يلغي عقود مدربين مثل بيسيرو. بالضبط. يعني الهلاليين يمكن لا يشبع الفريق، ما يعجبهم العجب. لا لأنه فريق بطل. القائمة الأخيرة يعني شوف، أنت بتتكلم وبتقول والثاني بيتكلم ويقول اللي يميل للنادي الفلاني والنادي الفلاني، مع كل احترام لكل الأندية، لكن إذا جت البيانات، جت لغة الأرقام، يظهر الهلال هو المتميز، هو المتفرد. الهلال مع أنه متصدر، إلا أنه الهلاليين لم يعني، يمكن لو سوينا استفتاء سريع جدا عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، لن تجد يمكن يصل إلى 85 أو أكثر من الهلاليين، الجمهور الهلالي اللي على طول المملكة وبعرضها غير راضيين عن الوضع اللي قاعد يحصل في نادي الهلال. ليه؟ تعودوا الهلال يكون مستوى ونتيجة وقمة. اللي يحصل الهلال شيء يخوف بصراحة. احنا نقول بعد 21 مباراة الهلال فقط 6 نقاط، كان يفترض انه يكون العلامة الكاملة 27 نقطة. الهلال الآن 21 نقطة، مع خلفه النصر فارق الأهداف. 21 مباراة أنت؟ لا معلش، 21 نقطة من 9 مباريات الآن. يعني كان المفترض أن الهلال يعني على ما كان يتوقع الهلاليين من استعدادات قبل بداية الموسم، من تعاقدات مميزة من قبل إدارة الأمير نواف بن سعد واللي تشكر عليها، ودعم أعضاء الشرف الفاعلين. جميل. أنه يكون الهلال يعني العلامة الكاملة بعد 9 مباريات اللي هو عن طريق 27 نقطة. صحيح. تفاجأ الجميع بعد الجولة تقريبا الرابعة بإلغاء عقد المدرب جوستافو. اللي أقلق الهلاليين أكثر يعني وين كانت العين الهلالية الفاحصة خلال أكثر من 2.5 شهر مع هذا المدرب، من خلال فترة الإعداد، من خلال اختيار العناصر الأجنبية، من خلال لعب المباريات الودية، ثم الدخول في بطولة السوبر، ثم بطولة الدوري. لو تستعرض أنا أقول لك استعراض كامل الهلاليين، هل أنتم راضون عن الهلال؟ يقول لك لا. يعني خلينا نقول مباراة الرائد كانت المباراة الأخيرة على أرض الهلال فاز بصعوبة. الهلال مو هذا اللي نعرفه، الهلال يضرب بال3 وبال4 رقم ونتيجة. طيب أبو بدر، أنا راح أرجع معك بأثر رجعي طبعا عن السؤال أين العين الفاحصة مثل ما قلت من التعاقد مع جوستافو طبعا بداية. لكن بسألك الآن، بعض الجمهور الهلالي ممكن يقول، وأنا منهم يعني، أقول المدرب الجديد يعني ليس عليه ملامة، اللي هو دياز. المدرب الجديد لا زال يبحث عن يتلمس طريقه. بالضبط، يتلمس طريقه ويعرف الكرة في المنطقة الخليجية تختلف عن اللاتينية في أشياء بسيطة، في جزئيات أنها أشبه بالمهارات وبالأمور هذه. ثقافة ثانية، ثقافة مختلفة. يعني ما تشوف أنه المدرب، طبعا أنا ما أشوف عليه ملامة، ولحد 10 مباريات أنا ما عندي مشكلة كهلالي. لكن الدور الإداري اللي قاعد يقوم فيه إدارة الهلال، بعيدا عن المسميات، لأن احنا ذكرنا أسماء الحين يزعل الناس علينا يعني. يهمنا منظومة العمل، بالضبط، أن نشخصن الأمور مع فلان وعلان، ولهم كل التقدير والاحترام. صحيح.
عرفت، من رأس الهرم إلى أصغر هلالي. الدور الإداري في داخل نادي الهلال إيش رأيك فيه؟ يعني طبعا لن تجد شخصين يتفقون على رأي واحد، فما بالك بجماهيرية نادي الهلال. ونتكلم عن يعني يكفي حتى تحكم على هذا الجماهيرية واختلاف وتنوع المشارب والآراء. موقع الهلال الرسمي أكثر من 5 مليون، يعني يقابله 4 الأندية الكبيرة الأخرى: الهلال، الاتحاد، النصر، الأهلي، شباب، مع كامل الاحترام والتقدير لا تجدها موقع الهلال لم تصل هذه المواقع إلى الرقم 5 مليون. تخيل هذا 5 مليون كجمهور فقط، رأيهم فقط، هل ممكن يتفق على رأي واحد؟ لا أكيد. ولن يكون مستوى الرضا بالدرجة نفسها. أبنائك في البيت ما يتفق. بالضبط، وهم أبنائك. يعني لا يمكن، قد يختلفوا معك اختلاف جذري، يعني مو اختلاف يقول اختلاف تنوع، لا، يمكن اختلاف متضاد، بس بيتفقون على محبتك، بيتفقون بالضبط على البحث عن مصلحتك. صحيح. نعم بالتأكيد. على احترامك. صحيح، على احترام الكل. يعني جمهور نادي الهلال أنا لا يساورني الشك أن الجمهور الهلالي بكافة أطيافه وبكافة مشاربه وبكافة تنوعه، سواء المحلي أو الخارجي، خارج المملكة، لأن مواقع التواصل الاجتماعي كشفت لنا جماهيرية طاغية في الدول الخليج والدول العربية، بالذات الدول الخليجية اللي حولنا. يعني يكفي انك تذكر في قطر روابط التشجيع، يكفي انك تذكر في عمان، يكفي انك تذكر في الامارات، يكفي انك تذكر اللي في الكويت. والدليل اذا جت المباريات المهمة والمفصلية والحساسة نجد روابط تجي من عمان، من الامارات، من قطر، من الى اخره. فلا يمكن ان نتفق على انه العمل الاداري في نادي الهلال انه مرضي لجميع الاطياف. ليه؟ لأن أحيانا النتائج ما تخدمك. النتائج هي ستشكل رأي عام ضد فلان أو علان في الإدارة. صحيح. ضد رئيس النادي، إما الرضا أو السخط. بالضبط. لو كانت النتائج يعني وإحنا نشوفها ونقيسها الآن، إذا كان الهلال في يومه حقق نتائج عريضة، مباريات حسمها، تجد نسبة السخط على الجانب الإداري أقل. والكلام يمكن القوي والقاسي قد يكون إلى حد ما يختفي، وينصرف الموضوع إلى ثناء على اللاعبين، على اسم الهلال، على قيمة الهلال، على انتصار الهلال. إذا تراجعت هذه مثل ما قاعد يحصل في آخر المباريات اللي لعبها الهلال، تجد أن هناك شخصنة تتجه إلى شخص معين في إدارة الفريق، رئيس النادي، إدارة الفريق، إلى آخره. هي الإشكالية هنا أنه عين الرضا عن كل هذه مشكلة. لا بد أنه معناه يكون عندنا منهجية في الانتقاد، يكون عندي منهجية واضحة. إذا فاز الهلال، طيب هل أنتقد فلان في الجهاز الإداري؟ طيب إذا خسر أرجع أنتقده نفسه؟ معناته أنا قاعد شخصا. منهجية هذا ما أنا لابد أحدد وش المطلوب من. بس الفريق حبة فوق وحبة تحت أبو بدر، معليش. بالضبط. طيب هذا اللي قاعد يتحمله من؟ أنا أتكلم عن اللي أنا قاعد أقرأ المشهد كذا. أن الفريق اللي قاعد أقرأه أنه كلما قدم الهلال مستويات أقل من جيدة، مثل مباراته أمام الرائد الأخيرة. نعم. الهلال كان سيء. الفريق الرائد كان فريق محترم، لم يفز الهلال إلا بطلوع الروح. لا، ما دامنا على ذكر الروح، لا روح، لا تكتيك، لا انضباطية. تشعر أن الفريق اجتهادات فردية، كأنه ألقت لهم الكرة وتفضلوا بس نبغى نتيجة المباراة. كيف؟ ما ندري. كيف تجيبونها؟ والله أنتوا الملعب. فأنا بقول إنه ما هو معناته إذا الفريق الهلال ما قدم مستويات جيدة إني أروح أبحث عن كبش فدا. خلينا نكون واقعيين، خليني أبدأ أحددها. أي انتصار ليس له أب واحد. نعم. لا، عدة عناصر. وأي خسارة لا بد يكون لها أكثر من طرف. أما في الخسارة وأبحث عن كبش فداء وحيد وأحمله كل التبعات اللي في الملعب والخارج الملعب، هذا غير منطقي بصراحة، وشخصنة غير منطقية. وفي إذا جاء الفوز أتجاهل هذا الشخص وأبدأ أشيد باللاعبين. اللاعبين هم الطرف الأهم في الموضوع، كما أن اللاعبين ينالون من الحظوة ومن المديح ومن الثناء ومن التشجيع ومن عليهم أن يتحملوا وقت الإخفاق. الهلال لما غاب عنه محاسبة اللاعبين من قبل الجمهور ظهر لنا جيل لا إلى حد ما لا يقدم المستويات اللي نبحث عنها.
كانت إدارة الهلال الجمهور ما تعزله، كانت إدارة الهلال لا تعزل الجمهور عن اللاعبين، لا تعزلهم، فبالتالي هو كان يسمع صدى الجمهور، يحس وصوت الجمهور ويحس فيه اللي ترك ويمكن عياله في البيت وجاي، يمكن بعضهم مريض، الشخص اللي ترك أعماله وأشغاله وجاي يتابع تمرين أو يحضر مباراة. طيب أبو بدر، أنا بستوقفك وبختلف معك في نقطة، تفضل وتسمح لي. إن شاء الله نختلف تنوع. عرفت، اختلاف تنوع طبعا أكيد. ويبقى رأيك على العين وعلى الرأس، لكن الطبخة داخل قدر الضغط بيش تكتمل؟ الصفارة، صح؟ صحيح. الصفارة إذا ما أدت دورها تنطبخ ولا لا؟ لا، معناته الأكلة ما استوت، صح؟ الطبخة ما استوت. أنت قبل شوي تقول إنه نصب جام الغضب على شخص أو فلان أو الجهة الفلانية، نبحث عن شخص، نبحث عن مخرج عشان نفرغ فيه، عشان نفرغ فيه لا غضبنا على نتيجة. أنا والله يعني ما أتكلم عن أني ضد شخص أو ذا، لهم المحبة والتقدير جميعا. كل شيء تغير في الهلال إلا الوضع الإداري. تعددت الإدارات والشخص واحد. صحيح، أنا أوافق. تعدد المدربون والشخص واحد. أنا كنت تعدد اللاعبون والشخص واحد. بس معليش، لا يمكن أن هذا الشخص أحمله كل شيء، ترى ما هو دفاعا عن هذا الشخص. لا، أنا ما أحمله كل شيء، صح، بس إنه أحد أهم أسباب عدم أحد أهم، لا أهم يمكن أختلف معك فيها. ليش؟ لا، هو يبقى له دور. كم دوره؟ يعني زي إذا جيت أقول والله هذا المدرب فاشل، مو له دور؟ كم له نسبة من طيب بسألك سؤال وأثبت لك فضل. وجهة نظري. تفضل. معليش، ولا أحب طبعا أخوض في الحديث هذا حتى ما يكون اللي ضد هذا الشخص يحسبوني أني أنا أستجلب الماضي ويعني أني أشخصن. الكابتن سامي الجابر درب نادي الهلال لمدة موسم، شفنا الروح اللي داخل نادي الهلال. سامي الجابر ما كان مدرب فقط، الآن سامي الجابر في نادي الشباب، سامي الجابر مدرب ومدير كرة، سامي الجابر كل شيء، الكل في الكل، يؤدي أدوار. عرفت؟ مع وجود فهد المفرج في أيام سامي الجابر، فهد المفرج يقدم عمل احترافي الكل يشهد. عرفت؟ والرجل يبذل من جيبه للهلال الكل يشهد، ولا نبخس حقه. نحن نبحث عن النتيجة. الهلال مبتعد عن الدوري، الهلال يخسر في آسيا أكثر، اقترب من آسيا كثير ولكن يخسر بعوامل عدة. سامي الجابر تواجد، كان في روح. ناصر الشمراني في مباراة الرائد، أنا كنت من الناس اللي أشجع أن ناصر يلعب، أشجع أن ناصر يتواجد في التشكيلة الأساسية. ناصر الشمراني ما قدم مستوى، مع احترامي لشخصه الكريم، عرفت؟ أنا أبحث أنك تقدم لي، أبحث أنك تعطي الفريق من روحك اللي موجودة عندك. ناصر الشمراني بث روح في الهلال أيام سامي الجابر، وين هي؟ بس وين اختفت؟ عفوا، وهل كان ناصر الشمراني هو الشخص السيء في مباراة الرائد؟ لا. طيب إذن العدوى انتقلت. طيب أرجع لكلامك الأول. العدوى انتقلت. أنت قلت إنه أنا ما طالب شيء من المدرب حتى لو 10 مباريات. خليني أرجع لكلامك. طيب لسه كلامك قبل شوي. ناصر الشمراني جديد على الهلال؟ لا، أنا أتكلم فهد المفرج جديد على الهلال؟ سالم الدوسري؟ لا طبعا. شوف، الهلال كمنظومة بدأ يا شيخ كلاعبين، خلينا نكون واقعيين، خلينا ناخذ أعمار اللاعبين. استعرض من محمد الشلهوب إلى ياسر القحطاني، ناصر الشمراني، أسامة هوساوي، من بعد خذ كم نسبة اللي يلعبون في التشكيلة الأساسية أعمارهم فوق 30، من 32 وفوق. خلينا نكون واقعيين. لا يمكن يكون في الفريق من 11 لا 5 منهم أو 6 أعمارهم من 30 وفوق. الرويلي، معدل أسامة هوساوي، نعم معدل الأعمار. إيه، خلينا ناخذ هذا جانب، هذا طرف. يعني ممكن تعطي متوسط الأعمار في الهلال 29-30. هل هذا معدل طبيعي؟ لا يمكن. والدليل حتى مباراة الاتحاد كيف خسر الهلال. أكبر دليل فنقادة يقول إنه ريال مدريد حاول يتعاقد مع يوسف الثنيان، سألوه يا فنقادة كم عمره اللاعب هذا ممتاز، كم عمره؟ قال 28. قالوا لا، انتهى بالنسبة لهم. أو شيء لأنه بيروح يتأقلم، ثقافة جديدة، نظام جديد جاء من الشرق الأوسط. يعني أنا أستوحي يعني خلينا نكمل. أستوحي من كلامك إنه المراكز في الهلال محجوزة. أنا ما أقدر أقول إنها محجوزة، لكن الهلال وين الهلال اللي كنا نعرف عنه الثورات تبدأ من الهلال؟ إحنا نذكر عام 1409 اللي هو عام 1989. نعم 1989 سنة كأس الملك بالضبط، لما فاز الهلال بمباراة في نهائي كأس 3-0 على النصر.
كلهم مدافعين اللي سجلوا. ممتاز. كان لما جاء كاندينيو وزج بناس يمكن ما لهم الا شهرين، زج مجموعه في ذيك السنه، صعد التيماوي، صعد سامي الجابر الفورمين، اخذهم من درجه الشباب. صعد مين؟ يعني هذا اللي اذكرهم، هم اللي اثروا الهلال فيما بعد. 1410 اللي هو 1990 1989 1990 جابوا بطوله الدوري، وهم كم؟ سامي الجابر 19 سنه، والتيماوي 19 سنه او 18 سنه او 20 سنه، يعني الفرق بينهم. يعني انت تتكلم عن الهلال افتقد شجاعه الاحلال. يعني الان البطوله كاس العالم اللي تاهل لها منتخبنا للشباب ورفع رؤوسنا ومفخره لنا، صحيح. كم فيه من اللاعبين المميزين اللي يلعبون في هذا المنتخب من نادي الهلال؟ خذ بس مثال 2 بس، عبد الرحمن اليامي ونسيت، هم 2، واحد اسمه الفلان البيشي في خط الدفاع، والبيشي في عنصر كريري، نايف كريري، لا وفي عنصر ثالث رابع كان اساسي. هذولا لاعبين وصل اعمارهم الى 18 و19. الهلال مثل هذولا ما كانوا يضيعون، كانوا موجودين، هذا لا بد يلقون فرصتهم. يعني الان مجاهد المنيع بدينا، المدرب بدا يتحسس، الا يوجد في فريق الشباب والفريق الاولمبي الهلالي من مجموعه من اللاعبين المميزين، لو كل من فريق صعدت 2 أو 3، يعني الا يمكنهم يحلون بدل لاعبين، خلينا نكون واقعيين، بلغوا 33 والرابعه 30 و35، لهم 4 أو 5 6 سنوات يلعبون، بس ما هم بياخذ زمن وزمن غيره، خلاص احلال. الهلال عرف عنه الشجاعه يا رجل. التيماوي في مباراه كاس الملك تقريبا ما غامر فيه المدرب كاندينيو ودخل فيه، وكان افضل لاعب. خليك شجاع. اداره الهلال، انا اقولها لاداره نادي الهلال واقولها للجماهير، خلوكم مع اداره نادي الهلال. اداره نادي الهلال كونوا ابطال، عودوا للهلال الاول. الهلال لا يتوقف على لاعب ايا كان هذا اللاعب، والله لو كان هذا اللاعب تنافست عليه اعظم الانديه. عندك منجم، الهلال عنده منجم، عنده في الشباب، عنده في الناشئين، عنده في الاولمبي، عنده لاعبين جاهزين، بس وينهم؟ شوف لاعبي الهلال وين يروحون؟ راحوا للفتح وراحوا للرايد وراحوا للتعاون. طيب اما هم افضل من اللي موجودين الان؟ الهلال شوف لن يتوقف على نواف العابد، ولا على سالم الدوسري، ولا على سلمان الفرج، ولا على ياسر القحطاني، ولا على ناصر الشمراني، ولا على ولا الهلال هو مدرسة الأولى في الكرة السعودية من واقع الإنجازات. النادي اللي تأسس عام 1957 سيدخل السنة القادمة سينهي 60 من عمره. هذا النادي يتفوق على أندية 90 و80 و70 و60. الهلال ادفع بالناشئينك، ادفع باللي يجون من درجة الشباب ويحترقون ويضيعون. طيب سياسة دياز، وانت اعرف سياسة دياز، وانت كنت تتكلم معي قبل الحلقة انه استقطب مجاهد المنيع، الصواط، لاعبين من الأولمبي، لاعبين من شباب. هذا بدأ يفتح لنا الأمل. الهلال، هل ترى انه الصبر على دياز لموسم او موسمين قد نرى الهلال في 90؟ يعني احنا نقول انه شوف، ما دام انك المدرب صاحب CV لا ننكر، صحيح. يعني المدرب السابق لا، جوستافو لم يكن صاحب CV بصراحة، تم اختياره. لما تكلم عن لجنة فنية انا استغرب كيف تم اختياره صراحة. لا CV يدعم، ومدرب مطرود من اكثر من نادي. ما نبي نكرر خطأ، انت جبت مدرب وتأخرت في التعاقد معه. درست ملفه، صحيح، ودرست ملفه واعطيته المبلغ المادي، والرجل جاء من ثقافة اخرى ومن عالم اخر، وجاء من منافسين عليه. الان اعطيه الفرصة، انت ما امامك خيار. شوف ما ادري، ربما الدوري يتحقق وربما لا يتحقق، بس لا يمكن يخسر الهلال. الدوري بدأ له دوري. انا معك ان الوضع صعب، اني اغيب للسنة السادسة على التوالي إذا ما حققت الموسم هذا 2016 2017، إذا ما حققت بطولة الدوري ستكون سابقة تاريخية أن الهلال ما حقق. لكن لا نضغط على الهلال، لا نضغط على الهلال. الهلال يعوض، سيشترك في البطولة الآسيوية، عنده بطولة ولي العهد. ما هو معناته يا جيب الدوري يا لا. أنا معك أن الدوري له رونقه، له قيمته، يعني له البطولة المعتمدة على لأنها تأهلك البطولة إقليمية إلى آخره. ولكن إذا ما حققتها الهلال لا ينكسر. عطوا الفرصة للشباب،
والهلال خلال 2 3 سنوات سيعود هلال زمان. قم بثورة كاملة، استبعد العواجيز اللي في الأخير هم يستفيدون من الهلال والهلال ما يستفيد منهم، مع محبتي وتقديره لكل ما قدموه وعلى عيني وراسي، أنا لا أقصي أحد، ولكن الهلال عندي هو الأول، البقية لا. أحترم وأقدر كل ما قدم ياسر، كل ما قدم ناصر، كل، ولكن مسألة أنه يكون في الفريق نص الفريق أعمارهم من 32 وفوق، هذا خلل لا يمكن أضربه. عندك الأسماء لو نستعرضها: أسامة هوساوي، ناصر الشمراني، عواد شو اسمه عبد المجيد الرويلي، من بعد محمد الشلهوب. احنا نتكلم الآن عن يمكن بعضهم لا يقل عن 5 إلى 6 عناصر في الفريق الهلالي أعمارهم من 30 وفوق، وبعضهم تشعر مو كذا بس، مو معناته انه من 30 فوق انه لا انتهى، لا، لو كان هناك طموح اقول خليه يستمر ما عندي مشكله، ولكن بعضهم توقف طموحه. يعني مثلا انا مثلا احيي اداره نادي الهلال لما لم تجدد مع الفريدي، لاعب مزاجي ولاعب لا يمكنك تعول عليه، يمكن يبرز في مباراه و10 مباريات يخذلك. لاعب شوف انتقل مع نادي الاتحاد ما استمر، الان يعاني مع مشاكل مع نادي النصر. نعم له حقوق ماليه انا ما اتكلم، ولكن في الاخير انت امام لاعب مزاجي لا يمكنك تعول عليه. انا ابغى لاعب مثل محمد الشلهوب، افضل لاعب سعودي. شوف رغم انه السادسة والثلاثين من العمر، الا ان الشلهوب يبقى اذا دخل له لمساته، نعم ليست مثل الاول، فقد كثير من مميزاته لاعب العشر الدقائق. نعم، واذا لم يكن هذا الموسم هو الاخير له مع مجموعه من اللاعبين، معناته ان اداره الهلال قاعده تغامر وقاعده تجامل. اذا لم يكن هذا الموسم هو الموسم الاخير لبعض الاسماء اللي نحترمها ونقدرها في اداره نادي الهلال، فمعناته ان الهلال قاعد يعمل بالعكس، قاعد يرجع وراء، يرجع ريوس. الهلال قاعد يظلم، نعم، وقاعد يفرط وقاعد يقتل طموح ناس. انا علي اني اناظر فوق. الهلال كان دائم نظرته للامام، لا يمكن الهلال ينظر للخلف. الهلال تبي تستعيد مجدك، افتح الابواب للمبدعين الصغار، افتحها وادعمهم، وصدقني والله ستختفي نغمة ان نتكلم عن فهد المفرج، عن فلان، مع كامل احترام وتقديري. نعم انا لي تحفظات على فهد في امور، نعم اتفق انه هذا الرجل، انا لو محل الامير نواف بن سعد، حتى لو كنا هذا فهد المفرج من افضل اداريين وانا احترمه واقدره، لكن كثر الكلام على هذا الرجل افترض اني خلاص انتهى. حتى لو كان هو افضل نموذج، ليه؟ لانه اصبح شماعه. يعني الهلال ترى ضحى بسامي الجابر وقالوا ناس لانه اصبح هو مرتكز النقد من الجميع، اضطروا انهم قاوم الهلال الى ان انتهى الموسم. الان فهد المفرج ما يحترم تقديره له، امضى يمكن 6 سنوات و5 سنوات مع الفريق. انا ما اقول انه جدد دماغ، نعم، انا ما اقول ان الرجل سيء، يا ناس افهموا، احنا ما نقول تغيير فهد المفرج لانه سيء، لا، ما العمل يحتاج الى تجديد. يعني الامير نواف بن سعد ما كان محترم تقدير، يقول انه رجل امين ويحبون اللاعبين وانه ما يفشي اسرار النادي. وهل مطلوب منك؟ يعني اذا كان في احد يفشي اسرار النادي وهو يعمل معي في المنظومه، بغض النظر هو مدير فريق، هو مسؤول حول الفريق، هذا سأتخلص منه في اي لحظه. لكن ثقتك يا سمو الامير مقدره في الرجل، وفهد كل يقدره، ولكن احنا نقول في مساله التغيير مطلوب، وخصوصا طبعا اذا كان انت معجب في شخص وهو موجود داخل ملكيتك، داخل شركتك، ما حد يقدر يفرض رايه. صحيح. فهد المفرج سمو الامير نواف بن سعد يقود نادي هو ملك لجمهوره. انا مستمتع بالحديث معك. بنطلع فاصل، وبعد الفاصل راح نتكلم، مشاهدينا الكرام راح نتكلم، تابعونا، عن تجميد اتحاد القدم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج صوت الزعماء. ضيفي وضيفكم الأستاذ إبراهيم الجار الله، حياك الله مرة ثانية. تكلمنا قبل الفاصل طبعا عن الشأن الهلالي بإسهاب.
راح اقفل معك المحور حتى ننتقل في المحور اللي ذكرناه قبل خروجنا من للفاصل. الجمهور الهلالي والإعلام الهلالي إيش دوره حتى أنه يستطيع إكمال منظومة العمل أو سد الفجوات والخلل الموجود في العمل في الهلال؟ طيب، علينا أن نؤمن إيمان كامل أن التعاطي مع أي شأن عام في أي منظومة قبل وسائل التواصل الاجتماعي شيء وبعدها شيء آخر. الآن يمكن الإعلامي ما يصنع الحدث. أنت إعلامي، أنا إعلامي، أي واحد في الشارع عنده حساب في تويتر، عنده حساب في سناب شات، في انستغرام، في هو إعلامي، لأنه عنده يمتلك الصوت والصورة والكاميرا وكل شيء. هو إعلامي، هو اللي يصنع الحدث. يجي في شارع أنت تشوفه الآن ويصنع الحدث ثم يرفعه على اليوتيوب، يجيب لك يلخص لك. الآن دور الإعلام التقليدي، ثورة الإعلام الجديد يعني بدأ يتلاشى. دور أن هذا فلان إعلامي بدأ يتلاشى. الآن خذ واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي التي لها تأثير قوي في المملكة العربية السعودية، تويتر. صحيح. يمكن الآن أطفال عندهم حسابات، أطفال دون العاشرة، ويقود رأي عام وله متابعين بالآلاف المؤلفة، ويقود رأي عام. صحيح. ويصنع ويجيب مقاطع ويصور ويرفعها ويعلق عليها ويربط ويجيب الآن سهولة حصول المعلومة يحصل عليها أي شخص. ممكن أنا أكون لي ريبورتاج بسيط في حسابي في تويتر، أجيبه سهل جدا. أدخل على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وأسوي قص وغيره من البرامج اللي تساعدني وأرفع الخبر على جوالي ألخصه عمل إعلامي في دقيقتين، في 4 دقائق، في 3 دقائق. الآن إحنا قاعد نشوفه. اختفى دور الإعلامي. الآن دور الإعلامي هو الرأي، إلى حد ما الرأي. فبالتالي أنت إذا بتتكلم عن ماذا يصنع الإعلام والجمهور، الإعلام التقليدي بدأ يفقد بريقه. يا رجل الصحفي، ايش تقصد بالتقليدي؟ التقليدي فضائي ولا صحفي ولا؟ بابتداء من الورقي والفضائي وكل شيء. ليه؟ الجمهور الآن بدأ إعلاميين. يعني الآن ما عندنا في تويتر الآن. طب أنت ما تشوف جماهير هذه مشكلة؟ أنت ما تشوف أن هذه مشكلة؟ بس ما تقدر يتصدر. ما نقدر. ثورة قادمة لها تبعات، لها ضحايا. قد طبيعي. تكون الضحايا هذه اللي هي بطولات تذهب عن الهلال. ضحايا انه الهلال يضحي ببعض البطولات بسبب انه ما عنده لاعبين يشيلونه، او بسبب الانشغال بهؤلاء الذين لا يعرفون متى طرح الرأي. ما كل ما يعلم يقال. انا معك، الاعلام يصنع الحدث لكنه صدى له، هو صدى لصناعة الحدث. بمعنى الهلال لما كان يضرب في ارض الملعب ويأخذ البطولات بذراعه والتحكيم ضده، لم يظلم فريق يمكن في السعودية بلا مبالغة، لم يظلم مثل الهلال. ليه؟ شاء من شاء وأبى من. نعم. ليه؟ الهلال عندهم لغة راقية. الأندية الأخرى لا، يسلطون مواقع، لا حسابات وهمية، غيره الصوت كلنا نعرف الكرة السعودية من اللي كان صوته عالي، لكن من اللي كان صوته في الملعب؟ من هو العالي؟ عمله في الملعب. هذا الكلام. أنا أتكلم. شوف، لن يأتي إعلامي ثم يخلي فريق يفوز على فريق. طبعا بالتشكيك وبغيره. بعض الفرق حسابات وهمية تعمل على خلخلة، سياسة الاندفاع ضد. بس أنا أقول الهلال شوف، أي فريق تبي تأخذ بطولة خذها من أرض الملعب. إذا تم مراعاة العدالة خذها من أرض الملعب. اللي نتكلم عنهم في حساباتنا في تويتر وفي سناب شات وكل التواصل اللي كل يوم تظهر وسيلة تقريبا، هم صدى للحدث. صدى قد يصنعونه فترة من الفترات، ولكن أنت الذي تصنعه. إدارة نادي الهلال أو غيرها من الإدارات إذا لم تعمل، والدليل عندنا الفتح قبل 4 سنوات من اللي جاب بطولة. فريق لسه صاعد ما له سنتين، معليش كيف جاب بطولة دوري؟ أي أبو بدر، معليش أنا بتكلم معك عن يعني الحمد لله جمهور الهلال جمهور رأي عام مثقف، عرفت؟ قليل أن تجد فيه الرأي العام المنقاد. لكن المشكلة أنه مثل ما قلت أنت، أنه ممكن ولد صغير أو صغير في السن في الابتدائي أو المتوسط يقوم بعمل إعلامي في 4 دقائق 5 دقائق ويطلع لك عمل إعلامي. المشكلة أنه في ناس ما تفهم، يتوقع أنه قيادة الرأي العام أنه مرة واحدة وخلاص تقود على طول المدى. كل قضية لها تعامل، لها حيثيات، لها أمور، لها مسارات. أحيانا بالضبط لها مسارات. أحيانا الإعلام الهلالي يؤدي دوره في قضية معينة ويختفي في قضايا.
عرفت؟ عقلاء الهلاليين من المتواجدين في مواقع التواصل، في عقلاء كثير يؤدون دورهم في قضايا، لكنها انشغال الناس، هو مو بعمل، هو مو طيب. ما هو بمهنة. أنت فتحت بالضبط، أنت نكأت الجراح هنا. يا سلام، أنا بتكلم عن أنه في ناس وين الإعلام الهلالي؟ ينقاد. وين الإعلام الهلالي؟ ينقاد خلف أصوات مضللة، خلف مدلسين، خلف خطط تحاك في جروبات واتساب، تحاك في استراحات، زين. فيجي ويأثر على الجروب هذا يبدأ ينتشر ويتوسع، تتوسع الدائرة لين ما يتأثر حتى الشخص، خلاص يا أخي ما عاد أقدر أغير الرأي، أنا مخالف لهم، لكن خلاص اتجاه الناس كذا، صح أنا بجمد عند رأيي وكذا، لكن خلاص الناس أنا معهم، ما يبغون اللاعب هذا، ما يبغون المدرب هذا. والله من الأفضل أنت أحيانا مثلا تقول من خلال نقاشي معك، الكابتن فهد المصيبيح جاه ضغط مثل الكابتن فهد المفرج الآن، جته فترة ضغط، صحيح. إنه كان هو السبب، وكان هو اللي مقصر، حمل كل شيء، وحمل تبعات كل الإخفاقات. الاتجاه كان بهذا الاتجاه، الأمير نواف بن سعد الاتجاه إنه الضغط باتجاه مثلا فهد المفرج. فهد المفرج يقدم عمل احترافي ونحترمه ونقدره، لكن ما هو بالشخص المناسب لقيادة العينات الموجودة داخل نادي الهلال من بعض اللاعبين. إلى حد ما أتفق معك، اللي هم أثروا. أنا أتكلم، أرجع معك على الجمهور في ناس منقادين يؤثرون على الرأي العام القائد، حتى كيف بالانتشار مع الزمن يأثر بالقضية إلين ما يصل ويصبح هو رأي عام قائد. سطوة المتابع ترى قوية جدا. يعني الإعلامي مثلا الآن يمكن تجد في حسابته آلاف، لكن يمكن شخص مهتم بالتقنية والسوشيال ميديا تجد متابعيه مئات الألوف. بطبيعة الحال أنه شخص عنده مئات الألوف تصل إلى مليون وأكثر يؤثر حتى لو كان هذا الشخص تافه، حتى الشخص هذا طرحه ما له قيمة، مع كل احترام والتقدير ما له قيمة، أو حتى لو كان له خط معين غريب، لأن المرحلة العمرية اللي متجاوبة معه هي مرحلتي ولا مرحلتك، هي مرحلة عمرية يمكن في العشرينات، في نهاية العقد الثاني من عمره 18 17 21، في بداية يمكن يقود رأي عام، لأن المرحلة العمرية اللي يخاطبها يمكن قد تستجيب. علينا أن نعرف أن الإعلام الهلالي تراجع، نكون واقعيين. لماذا؟ هناك أندية كان صوتها ضعيف في الملعب أو كانت تنافس، لكن الهلال كان يأخذ البطولات، عملت على أنها تحتل المنافذ الإعلامية منذ سنوات، ورسمت لها خطة، وكانت تدعم من إدارات أنديتها. ونراها هذا اليوم، الإعلام أصفر في أصفر، لا تجد لك منفذ، أصفر فاقع لونه، لكنه لا يسر الناظرين، لا يسر الناظرين، يقلب حقائق. وكلنا شفنا معركة التوثيق اللي سووها معركة. هذا المحور بيجي معك، هذا نبغى نقفل. خلينا الإعلام. الإعلام الهلالي أيام الصحافة الورقية كان يتيح المجال للجميع إلى حد ما، وشهد بعض الإعلاميين لا الصفر بالضبط، وفيه بعضهم كان والآن يناقض نفسه. أنا بجيب لك حتى أطرح لك يعني أطرح تساؤل وبجيبك على النقطة دي. كانوا يقولون أنه الهلال هو نادي الإعلام، نادي الصحافة، وأنه لولا الصحافة ولولا الإعلام الهلال ما حقق بطولاته. طيب الهلال كان عنده إلى حد ما، أو يعني ما هي محسوبة على الهلال طبعا، الهلال ما له ذنب، يعني في صحافة كانت يعني يحاول إلصاق التهمة فيها أنها صحافة هلالية. نعم كانت تعطي الشأن الهلالي نوعا ما بعض الاهتمام بحكم إيش؟ بحكم الجماهيرية أولا، أيوه. بحكم الجماهيرية اللي أثبتتها بعدين السنوات، اللي هم كانوا ينكرونها ويجحدونها وينافحون لإخفائها. معركة التوثيق يعني كشفتها، أحرقت كل شيء. إيه بس عشان النقطة حتى ما تذهب مني، النقطة هي نقطة الجماهيرية. كانوا يقولون إن الهلال نادي الإعلام وأن البطولات صنعتها. طيب ممتاز. صحافة المنطقة الغربية من بلادنا العزيزة، أما كان في 4 صحف المعروفة، الندوة، البلاد، المدينة. طيب ليش أندية الغربية ما كانت إلى حد ما تنقسم الصحافة دي ما بين الأهلي والاتحاد؟ طيب ليش ما حققوا بطولات؟ ليش ما أخذوها من الهلال؟ ليش؟
النصراويين كانوا يدعون طبعا، هو كالعاده طبعا صراخهم في كل ميدان، كان انتوا طيب نادي الصراخ العالمي. اي ما يحتاج، هذه واضحه دي. طيب كنتوا تقولون طيب 4 صحف في المنطقه الغربيه كانت الناديين الى حد ما، ليه هذا النادي ما حققوا بطولات؟ ليش ما صاروا اكثر من الهلال؟ مع ان واحد عمره 90 سنه الاتحاد، واحد عمره 80 سنه، ليه؟ والهلال جاء بعدهم كم؟ جاء هو ابن من ابنائهم تقريبا الى حد ما، ليش الهلال جاب هالبطولات؟ طيب انتم تقولون اعلام، ليش الاعلام ما وقف مع الاتحاد اللي كان يقف مع الاتحاد؟ خلينا نكون واقعيين، قضايا الهلال واهتماماته في صحافه المنطقه الغربيه كان مهمش تماما الى حد كبير. طيب ال4 الصحف هذه اللي كانت مع الاهلي والاتحاد، ليش ما جاب الاتحاد والاهلي؟ ليش ما جابوا البطولات اللي كان الهلال ياخذها من ملاعبهم؟ هذه نقطه ثانيه. النقطه الثالثه او الرابعه، انه لم يتجاوب الاعلام الهلالي او الصحافه الهلاليه لم تتجاوب مع معطيات العصر. جميل ابو بدر. تقصد انه التعامل مع التقنيه، لكن عشان محاور وقت البرنامج نبغى ننتقل لمحور. اختم بس بكلمه في هذا المحور، انه العصر تجاوب، لم يتجاوب معه. شيء ثاني، الحرب الشعواء التي عملت على كل اعلامي هلالي، استعرض حتى القنوات الرسميه، قنوات التلفزيون السعودي مع احترامي وتقديرها، ملك الدوله نعم حولوها لهم. المعدين اتحدى ملكيه خاصه، اتحدى وبالاسماء يظهر اي واحد منهم. نسبه المعدين 99%. برنامج ارسال نصراويين. برنامج ارسال هو مطبخ للاعلام النصراوي، يعد فيه اجيال جديده من الاعلاميين، شاء من شاء وابى لا يمكن ان يفتح وتابعوا لهذا البرنامج. انت اترك الهلال على جنب، الشباب لا يمكن يترك له مجال، الاتحاد لا يمكن يترك له مجال، الاهلي لا يمكن يترك له مجال، كلها للنصر. بدأت من أسماء معروفة، رسخت وجذرت للتواجد الإعلامي الصوت النصراوي الأصفر، التواجد للمدلل الحقيقي. نعم. طيب التوثيق، من كم يوم سمعنا تجميد اتحاد القدم. ببدأ معك من نقطة التوثيق، رأيك فيها ورأيك في ردة الفعل، وبعدين بنجي على النتائج اللي وصلنا لها، الأسلوب الدنيء والتآمر الرخيص، التآمر على دولة، عمل دولة، على كيان في دولة، اتحاد القدم. أنا أقول التآمر على شخصيات. لا، التآمر على شخصيات يختلف. الإضرار باتحاد قدم بمنظومة تنفق عليها الدولة أموال، والدولة قاعدة تتوجه الآن أنها تخصص هذه الأندية، تيجي أنت تجمد اللعبة عشان. طيب احنا نتكلم عن التوثيق عشان بطولة ألف وباء. طيب التوثيق كفكرة جدا رائعة، ولا يمكن أن الحراج البطولاتي يستمر وهذا الصراخ يستمر. التوثيق كان مطلب لهم هم، كان من ضمن مطالبهم. الآن هم سعوا جمعوا بطولاتهم راحوا يوثقونها بالاتحاد السعودي. تمام. طيب ليش تعترضون على غيركم؟ ليش تعترضون على المنظومة اللي أكبر منكم؟ ما أنتوا سعيتوا بطريقة ملتوية عند سعيد جمعان وعند راشد، ما أقول لكم عند راشد الجمعان، وعنده غيره، عن طريق شخصيات معينة نصراوية كانت تعمل في الاتحاد وتفتح العيون لغيرها. أما أنتم سعيتوا توثيق بطولاتكم، بغض النظر نتفق معكم أو نختلف فيها، ألف باء تاء جيم إلى آخره، تصنيفاتها A B C غيره. طيب ليش تنكرونها على المنظومة؟ أنتم قاعدين تنكرونها على المنظومة اللي ماسكة الرياضة، اللي هي الهيئة العامة للرياضة، وعلى اللجنة الأولمبية. أنتم تروحون توثقون ناديكم، ويوم جاء الجهة المسؤولة عن تنظيم الرياضة في المملكة العربية السعودية توثق للجميع، توثق في كل الألعاب، تقولون لا. هذا تناقض مضحك، عشان تعرف بس أي عقليات. يعني سعيد جمعان أيوة، المنظومة كاملة لا. لو سعيد جمعان وافقهم كان سعيد جمعان أصبح فوق السحاب. سعيد جمعان أعطاهم في مقتل. نعم، لما سعيد جمعان أعطاهم الحقيقة. نعم، لما سعيد جمعان تكلم بالصراحة كان من تشكيك. لو سعيد جمعان قال نعم كان وين كان سعيد جمعان أفضل رجل. يا رجل بلغ الموضوع أن بعض أعضاء شرف هذا النادي يهددون في حساباتهم في تويتر رئيس الهيئة العامة للرياضة والشباب، تهديد، وأنه سيتم عزلك. إلى أي مدى؟ أنا أرى أن هذا تمرد وعصيان اللي قام بنادي النصر ونادي الأهلي في موضوع توثيق البطولات. هذا أعتبره تمرد وعصيان، ويجب الأخذ على يدهم فيه. احتج نعم نصر، أهلي،
اي نادي دائما ابنك المدلل يخرج عن طوعك في طبعا، أشياء، لانه صح؟ مدلل، ما لانه ايش معود انه ايش ياخذ كل اللي يبغاه. احيانا يحتاج العصا. نعم، هو لانه متعود ياخذ كل اللي يبيه. صحيح. احتج نصر، اهلي، اي نادي، مع احترام والتقدير لكم لجماهيريتكم ولتاريخكم، احتج، ما حد قال لك لا، لكن ما تقدر تحتج بأدب، ما تقدر تاخذ تحتج بحجه. بالضبط، لا ما تقدر حتى تاخذ طب بكل ادب. والمسار الطبيعي. الرجال ما استاذ تركي الخليوي قال قدامك عندك شهر، لك سنه وشوي وانت ما قاعد تتعاون معي، انا اعطيك شهر. هذه كذبتهم، هذه كذبتهم الناديين ذولا، هذه كذبتهم للاسف. هم في الاخير هم ما يبغون توثيق، خله على طعم المرحوم، لا تدخل. الان التوثيق يعني نعود كفكره حلوه، لا يمكن البطولات ألا تصنف إلا. ظهرت لبعض هذا الإعلاميين اللي ينتمون لبعض الأندية مقاطع كانوا يؤيدون لما كان الأمير نواف بن فيصل بن فهد يدعو للتوثيق، وكون لجنة التوثيق وأسندها لبعض المؤرخين، كانوا يقولون خطوة جيدة وجبارة. طيب وش اللي اختلف؟ هل لأنه نواف بن فيصل النصراوي مع الاحترام والتقدير له بالعكس هو بارك التوثيق. نعم، وهو رجل عاقل وحكم العقل في هذا الموضوع، حتى هو رد عليهم وأخرسهم، قال أنا مستغرب الضجة على اللجنة هذه، عملها جيد، عملها رائع، لكنه رجل عاقل، رجل دولة. احنا ما نفرق بين بعض المشاغبين. ويوم اختلف الموضوع انه عبد الله بن مساعد الرجل بدأوا وخاطبوا الأندية من تقريبا 13 شهر أو 14 أو 15 شهر، هو يقولون كم 13 شهر. طيب خاطبوا الأندية، يا أندية أعطونا بطولاتكم، تفضلوا قدموا حججكم وثائقكم، أعطني بطولاتك، أنا الهيئة العامة، أنا بساعدك. إيه لا أنت ما أنت الشخص المخول، أعطني معاييرك، أعطني، وبدأ الاحتجاج وبدأ الضجيج ولا إلى آخره. طيب لما ظهر المؤتمر وخرجت البطولات، مع أن الهلال مظلوم، الهلال هو أعظم نادي يظلم فيها، بياخذهم بالمقاييس بطولات الهلال فوق 90 بطولة، 94 بطولة نعم فوق 90 بأكثر، يمكن تصل إلى 100 إذا باخذ بنفس مقاييسهم اللي ياخذون بطولات تنشيطية. بطولة ألف وباء، أنا عضو شرف في نادي النصر أو أي نادي وأروح أنظم بطولة الفريقي ألف وباء وأحطها بطولة، هذا نكتة. طيب هل أنتم أحرص من تاريخ ناديكم من عبد الرحمن بن سعود رحمة الله عليه؟ عفوا بس صحيح. هل أنتم أحرص منه؟ هل أنتم أذكى من هذا الرجل؟ هل أنتم أفهم منه؟ الرجل خرج عام 1981 واستعرض بطولاته بالصوت والصورة، هذا المقطع الذي يقتلهم كل يوم. يعني أنتم اللي جيتوا بعد عبد الرحمن بن سعود، يعني أنتم أحرص منه على توثيق بطولاته. نعم عبد الرحمن بن سعود انساق معكم في الأخير، ولكن الرجل وثقها بالصوت والصورة، هذا أو أبلغ توثيق، أدانكم أبلغ توثيق. حتى لو عبد الرحمن بن سعود جاء بعده وقال أنت هنا اعترفت اعتراف كامل أن هذه بطولات ناديك. كيف ظهرت البطولات الثانية؟ بطولات مناطق لا تصل إلى كؤوس، ولا في الأخير تعتبرها بطولات. لما خرجت هذا النجلة بدأ الصراخ والضجيج كالعادة من الفريق الأصفر، لا جديد كالعادة. هو الفريق من المدلل، هو الفريق الذي يرشح، هو الفريق اللي يدعم، هو إلى آخره. طيب وفي الأخير طبعا ما رضي. من أنت عبد الله مساعد تتوثق لنا؟ يعني كانوا يقولونه ليه اترك الموضوع على ما هو عليه. لا، الهيئة العامة للرياضة هي المسؤولة عن توثيق البطولات وتصحيحها ووضع مسار صحيح لها. ما رضيوا. هنا انكشف الوجه القبيح. حتى مباراة اليابان تقولون السبب في الخسارة هو توثيق البطولات. ثم يأتي بعض المتنطعين منهم، بعض السفهاء، بعض الغلمان منهم، سفهاء الإعلام، نعم، وبعض الغلمان منهم يقول تراهم يلقنون لاعبي المنتخب إلى هذا الدرجة، أي عقل. ثم بعضهم يقول لا، تويتر ما لنا علاقة فيه، وإذا جاء الحديث عن تويتر تروح تستحضر تغريدات لجنة توثيق البطولات. نعم بعضهم لهم تغريدات، مثل ما أنتم ساكتين على تغريدات سلمان المالك، مثل ما أنتم ساكتين على تغريدات. خلني أتوقف معك في النقطة دي، معليش. في إعلاميين برتبة مشجعين، تمام، والله المشجع قد يكون المشجع أشرف وأفضل ويقدم عمل عرفت لفريقه وآراء متزنة عاقلة، أعقل من هذا المطبل. تمام. في تنظيم الإعلام السعودي وتشريعاته، ألا يمكن سن نظام يمنع ظهور سفهاء القوم؟ ألا يمكن سن النظام يمنع ظهور بعض الأسماء اللي أثبتت
فشلها وأثبتت غوغائيتها وأثبتت انها تؤجج الشارع باتجاهات غير صحيحة ضد منظومة الدولة، ضد منظومة الدولة اللي هي العامة الرياضة. إلى أن وصلنا للمحور هذا اللي راح نختم فيه حلقتنا، إشاعة تجميد اتحاد القدم بسبب تدخل الحكومة في العمل. هذه الإشاعة الرخيصة من أشخاص رخيصين، حتى لو كان بشيء إنه الاتحاد القدم مثلا أو الاتحاد السعودي من أبو جوقة وشلته، حتى نعم حتى لو. طيب تجد إنهم يبحثون عن كل نقطة فيها تعضد آرائهم ضد الاتحاد السعودي. ليه؟ من خلفيات التوثيق. وصل إلى المطالبة بإسقاط ولو برسائل مبطنة، إسقاط الأمير عبد الله بن مساعد. ليس لأن عبد الله بن مساعد كان عضو في شرف النادي، الآن كل واحد له ميول. ما هو المسؤولين في الاتحاد السعودي كرة القدم، في اللجنة الأولمبية، في كلهم جو من أندية غالبا، وهم أنا لا أنظر إلى ميولك، أنا أنظر إلى عملك، جودة عملك. اختلف معي كما شئت، اختلف والله لجنة التوثيق فيها، عبد الله مساعد فيه، فلان فيه، اختلف معي كما شئت، بس عطني الدليل على أني أحترمك واحترم طرحك وامشي معك في نفس الطريق. أنا بمشي معك، بقول اللجنة ظلمتني. طيب اللجنة بس نعود، أليس ظلمت الهلال، الشباب، الاتحاد؟ الهلال أصدر بيان، كل الأندية هذه تواصلت، أصدرت بيان مؤدب، بيان يعني فيه من الرقي، وقالوا نعم لنا تحفظات وسنتواصل مع اللجنة خلال فترة الشهر ونصح. هذا الهلال، هذا الشباب، هذا الاتفاق، هذا الاتحاد، هذا طبعا قاموا يستدعون مؤرخين ويستدعون تناقضات ويستدعون إلى آخره. يا أخي معليش، بعضهم والله ممرخ هذا، والله ممرخين، والله بعضهم للأسف سقطوا، والله يعني أقول آسف بعضهم يعني في التناقضات اللي قاعدة تحصل. ما كنا ننتظر منه هذا الشيء. أما في الأخير طيب ما احنا كنا ننتقد أحد الشخصيات الانتخابات الماضية، كان يقول انه يحرش ويحرض على الاتحاد السعودي لكرة القدم، أحد اللي كانوا المحسوبين موجودين. طيب الدور اللي أنت تقوم بهذا وشو؟ في شخص كانوا يقولون استطاعوا أنهم يعزلونه ويحيدونه، كان في الاتحاد السعودي لكرة القدم موجود والآن ترك. كانوا يقولون انه يتآمر مع محامين خارج المملكة، هذا شخص سيء. طيب الدور اللي أنت قاعد تقوم بهذا وشو الآن؟ انك قاعد تقول انه في اخطاء. نعم في احيانا من الهيئه العامه للرياضه اخطاء في موضوع الانتخابات والاتحاد السعودي واللجنه الاولمبيه، نعم في بعض الاخطاء، لكن لا يمكن ان تكون هذه الاخطاء بطريقه اني احرض على رياضه بلدي. في مشاكل، نعم في نقص، نعم احنا جديدين على تجربة، نعم احنا جديدين، لكن نعم يوضع لها ميزانيه من الدوله، من اكبر رجل في الدوله، يعني حتى اثبت صواب رايي. ممكن اني اجي الى اسوأ نقطه واحرض على اتحاد بلدي أو على المنظومة الرياضية. هذه دناءة، لا يمكن إني أقف معك فيها. أنت اختلف معي بس لا تحرض علي، قل رأيي كذا، اللجنة اللي كذا. لا تتفق معي من الآن لا يوم الدين، نعم. لكن إلا رياضة بلدي، اختلاف فرسان، اختلاف عقلاء، اختلف كما شئت، لكن ما أجيب الغوغائيين وأجيب الصوت الأحمق وأبدأ أفتح له المجال. تلقاني أنا كإعلامي ما أقدر أقول شيء، لكني محسوبين خلفي ناس، أجيب ضيوف هم اللي يقولون رأيي بدون ما أتكلم، وأنا أظهر أني نظيف مؤدب، ما عندي أي مشكلة، وحتى أظهر في حسابي أبيض وأنا قاعد أشتغل الشغل كله كامل. إذا جبت إعلام نادي الهلال أجيب المثاليين المؤدبين، إذا جبت إعلام النادي الآخر أجيب من هو معليش سفهاء القوم، يعني من هو ممكن صراحة إعلاميين النصر، في لا تستحي أن تصفع. إعلاميين النصر محترمين أكيد وعقلاء، نعم إخواننا وزملائنا ولا نختلف معهم إلا في هذه الآلية. بعضهم يعني احترامك يفرض احترامه على الجميع، حتى بعض الصحفيين الهلاليين فيهم المحترم وفيهم غيره كأي منظومة، لكنك تروح تنتقي مجموعة معينة وتقدمهم على أنهم هم اللي يقودوا الرأي العام وهم اللي يقولوا رأيك بطريقة أو أخرى، وأنت ليس لك دور، ثم تتناقض مع نفس الحدث بعدها وأنت ساكت وتفتح لهم الجو. أبو بدر، أنا مستمتع بالحديث معك وبآرائك الجميلة وطرحك العاقل والمتعقل والحقيقي واللي لامس، وأنا أكثر الله يطول عمرك، الحقيقة. بختم معك بسالفة. قبل كم يوم مباراة الهلال والرائد، جتني رسالة من أحد الأخوان الأحباب الأعزاء الأحبة في النصر، جتني رسالة يقولون هدف الهلال الثاني التسلل اللي جاء من الركنية. قلت الهدف من الركنية
والتسديدة جت في العارضة، ما في تسلل ولا في شيء. يا أخي لا تكن منقاد، هؤلاء ضحايا. المشكلة أنه رجل 40. طبعا احنا إذا بنتكلم عن التحكيم ومصائب التحكيم ولجنة التحكيم، لجنة صفراء منذ سنوات. أنا راح أتكلم معك في الجوانب هذه إن شاء الله في حلقات قادمة. يسعدني. تشرفنا فيك أبو بدر، شكرا لك على حضورك. إن شاء الله قريبا نستضيفك مرة أخرى. أتشرف، الله يطول عمرك. لجمهور قناة هلالي نوت، أشكركم على الهلال اللي يتابعنا خلف شاشة قناة هلالي نوت. شكرا لكم جميعا على هذه المتابعة الطيبة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله. وبعدها شيء آخر. الآن يمكن الإعلامي ما يصنع الحدث. أنت إعلامي، أنا إعلامي، أي واحد في الشارع عنده حساب في تويتر، عنده حساب في سناب شات، في انستغرام، في هو إعلامي، لأنه عنده يمتلك الصوت والصورة والكاميرا وكل شيء. هو إعلامي، هو اللي يصنع الحدث. يجي في شارع أنت تشوفه الآن ويصنع الحدث ثم يرفعه على اليوتيوب، يجيب لك يلخص لك. الآن دور الإعلام التقليدي، ثورة الإعلام الجديد يعني بدأ يتلاشى. دور أن هذا فلان إعلامي بدأ يتلاشى. الآن خذ واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي التي لها تأثير قوي في المملكة العربية السعودية، تويتر. صحيح. يمكن الآن أطفال عندهم حسابات، أطفال دون العاشرة، ويقود رأي عام وله متابعين بالآلاف المؤلفة، ويقود رأي عام. صحيح. ويصنع ويجيب مقاطع ويصور ويرفعها ويعلق عليها ويربط ويجيب الآن سهولة حصول معلومة يحصل عليها أي شخص. ممكن أنا أكون لي ريبورتاج بسيط في حسابي في تويتر، أجيبه سهل جدا. أدخل على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وأسوي قص وغيره من البرامج اللي تساعدني وأرفع الخبر على جوالي ألخصه عمل إعلامي في دقيقتين، في 4 دقائق، في 3 دقائق. الآن إحنا قاعد نشوفه. اختفى دور الإعلامي. الآن دور الإعلامي هو الرأي، إلى حد ما الرأي. فبالتالي أنت إذا بتتكلم عن ماذا يصنع الإعلام والجمهور، الإعلام التقليدي بدأ يفقد بريقه. يا رجل الصحفي، ايش تقصد بالتقليدي؟ التقليدي فضائي ولا صحفي ولا؟ بابتداء من الورقي والفضائي وكل شيء. ليه؟ الجمهور الآن بدأ إعلاميين. يعني الآن ما عندنا في تويتر الآن. طب أنت ما تشوف جماهير هذه مشكلة؟ أنت ما تشوف أن هذه مشكلة؟ بس ما تقدر يتصدر. ما نقدر. ثورة قادمة لها تبعات، لها ضحايا. قد طبيعي. تكون الضحايا هذه اللي هي بطولات تذهب عن الهلال. ضحايا انه الهلال يضحي ببعض البطولات بسبب انه ما عنده لاعبين يشيلونه، او بسبب الانشغال بهؤلاء الذين لا يعرفون متى طرح الرأي. ما كل ما يعلم يقال. انا معك. الاعلام يصنع الحدث، لكنه صدى له. هو صدى لصناعة الحدث. بمعنى الهلال لما كان يضرب في ارض الملعب ويأخذ البطولات بذراعه والتحكيم ضده، لم يظلم فريق يمكن في السعودية بلا مبالغة، لم يظلم مثل الهلال. ليه؟ شاء من شاء وأبى من. نعم. ليه؟ الهلال عندهم لغة راقية. الأندية الأخرى لا، يسلطون مواقع، لا حسابات وهمية، غيره الصوت كلنا نعرف الكرة السعودية من اللي كان صوته عالي، لكن من اللي كان صوته في الملعب؟ من هو العالي؟ عمله في الملعب. هذا الكلام. هنا أتكلم. شوف، لن يأتي إعلامي ثم يخلي فريق يفوز على فريق. طبعا بالتشكيك وبغيره. بعض الفرق حسابات وهمية، تعمل على خلخلة، سياسة الاندفاع ضد. بس أنا أقول الهلال شوف، أي فريق تبي تأخذ بطولة خذها من أرض الملعب. إذا تم مراعاة العدالة خذها من أرض الملعب. اللي نتكلم عنهم في حساباتنا في تويتر وفي سناب شات وكل التواصل اللي كل يوم تظهر وسيلة تقريبا، هم صدى للحدث. صدى قد يصنعونه فترة من الفترات، ولكن أنت الذي تصنعه. إدارة نادي الهلال أو غيرها من الإدارات إذا لم تعمل، والدليل عندنا الفتح قبل 4 سنوات اللي جاب بطولة. فريق لسه صاعد ما له سنتين، كيف جاب بطولة دوري؟ أي أبو بدر معليش، أنا بتكلم معك عن يعني الحمد لله جمهور الهلال جمهور رأي عام مثقف، عرفت؟
قليل أن تجد فيه الرأي العام المنقاد. لكن المشكلة أنه مثل ما قلت أنت، أنه ممكن ولد صغير أو صغير في السن في الابتدائي أو المتوسط يقوم بعمل إعلامي في 4 دقائق 5 دقائق ويطلع لك عمل إعلامي. المشكلة أنه في ناس ما تفهم، يتوقع أنه قيادة الرأي العام أنه مرة واحدة وخلاص تقود على طول المدى. كل قضية لها تعامل، لها حيثيات، لها أمور، لها مسار. أحيانا بالضبط لها مسارات. أحيانا الإعلام الهلالي يؤدي دوره في قضية معينة ويختفي في قضايا. عرفت؟ عقلاء الهلاليين من المتواجدين في مواقع التواصل، في عقلاء كثير يؤدون دورهم في قضايا، لكنها انشغال الناس، هو مو بعمل، هو مو ما هو بمهنة. أنت فتحت بالضبط، أنت نكأت الجراح هنا. يا سلام، أنا بتكلم عن أنه في ناس وين الإعلام الهلالي؟ ينقاد. وين الإعلام الهلالي؟ ينقاد خلف أصوات مضللة، خلف مدلسين، خلف خطط تحاك في جروبات واتساب، تحاك في استراحات، زين. فيجي ويأثر على الجروب هذا يبدأ ينتشر ويتوسع، تتوسع الدائرة إلين ما يتأثر حتى الشخص. خلاص يا أخي ما عاد أقدر أغير الرأي، أنا مخالف لهم، لكن خلاص اتجاه الناس كذا. صح أنا بجمد عند رأيي وكذا، لكن خلاص الناس أنا معهم، ما يبغون اللاعب هذا، ما يبغون المدرب هذا. والله من الأفضل أنت أحيانا مثلا تقول من خلال نقاشي معك، الكابتن فهد المصيبيح جاه ضغط مثل الكابتن فهد المفرج الآن، جته فترة ضغط. صحيح. إنه كان هو السبب وكان هو اللي مقصر، حمل كل شيء وحمل تبعات كل الإخفاقات. الاتجاه كان بهذا الاتجاه. الأمير نواف بن سعد الاتجاه أنه الضغط باتجاه مثلا فهد المفرج يقدم عمل احترافي ونحترمه ونقدره، لكن ما هو بالشخص المناسب لقيادة العينات الموجودة داخل نادي الهلال من بعض اللاعبين. إلى حد ما أتفق معك. اللي هم أثروا. أنا أتكلم أرجع معك على الجمهور في ناس منقادين يؤثرون على الرأي العام القائد، حتى كيف بالانتشار مع الزمن يأثر بالقضية إلى ما يصل ويصبح هو رأي عام قائد. سطوة المتابع ترى قوية جدا. يعني الإعلامي مثلا الآن يمكن تجد في حسابته آلاف، لكن يمكن شخص مهتم بالتقنية والسوشيال ميديا تجد متابعين مئات الألوف. بطبيعة الحال أنه شخص عنده مئات الألوف تصل إلى مليون وأكثر يؤثر حتى لو كان هذا شخص تافه، حتى الشخص هذا طرحه ما له قيمة، مع كل احترام والتقدير ما له قيمة، أو حتى لو كان له خط معين غريب، لأن المرحلة العمرية اللي متجاوبة معه هي مرحلتي ولا مرحلتك. هي مرحلة عمرية يمكن في العشرينات، في نهاية العقد الثاني من عمره 18 17 21، في بداية هل يمكن يقود رأي عام، لأن المرحلة العمرية اللي يخاطبها يمكن قد تستجيب. علينا نعرف أنه الإعلام الهلالي تراجع، خلينا نكون واقعيين. لماذا؟ هناك أندية كان صوتها ضعيف في الملعب أو كانت تنافس، لكن الهلال كان يأخذ البطولات. عملت على أنها تحتل المنافذ الإعلامية منذ سنوات، ورسمت لها خطة وكانت تدعم من إدارات أنديتها. ونراها هذا اليوم. الإعلام أصفر في أصفر، لا تجد لك منفذ. أصفر فاقع لونه لكنه لا يسر الناظرين، لا يسر الناظرين، يقلب حقائق. وكلنا شفنا معركة التوثيق اللي سووها معركة. هذا المحور بيجي معك، هذا نبغى نقفل. خلينا الإعلام. الإعلام الهلالي أيام الصحافة الورقية كان يتيح المجال للجميع إلى حد ما. وشهد بعض الإعلاميين لا الصفر بالضبط، وفيه بعضهم كان والآن يناقض نفسه. أنا بجيب لك حتى أطرح لك يعني أطرح تساؤل وبجيبك على النقطة دي. كانوا يقولون أنه الهلال هو نادي الإعلام، نادي الصحافة، وأنه لولا الصحافة ولولا الإعلام الهلال ما حقق بطولاته. طيب الهلال كان عنده إلى حد ما، أو يعني ما هي محسوبة على الهلال طبعا، الهلال ما له ذنب، يعني في صحافة كانت يعني يحاول إلصاق التهمة فيها أنها صحافة هلالية. نعم كانت تعطي الشأن الهلالي نوعا ما بعض الاهتمام بحكم إيش؟ بحكم الجماهيرية أولا. أيوه. بحكم الجماهيرية اللي أثبتتها بعدين السنوات اللي هم كانوا ينكرونها ويجحدونها وينافحون
لاخفائها. معركة التوثيق يعني كشفتها، احرقت كل شيء. بس عشان النقطة حتى ما تذهب مني، نقطة الجماهيرية. كانوا يقولون ان الهلال نادي الاعلام وان البطولات صنعتها. طيب ممتاز. صحافة المنطقة الغربية من بلادنا العزيزة، اما كان في 4 صحف المعروفة: الندوة، البلاد، المدينة. طيب ليش أندية الغربية ما كانت إلى حد ما تنقسم الصحافة دي ما بين الأهلي والاتحاد؟ طيب ليش ما حققوا بطولات؟ ليش ما أخذوها من الهلال؟ ليش؟ النصراويين كانوا يدعون طبعا، هو كالعادة طبعا صراخهم في كل ميدان، كان أنتوا وأنتوا. طيب نادي الصراخ العالمي. اي ما يحتاج، هذه واضحة دي. طيب كنتوا تقولون طيب 4 صحف في المنطقة الغربية كانت الناديين إلى حد ما. ليه هذا النادي ما حققوا بطولات؟ ليش ما صاروا أكثر من الهلال؟ مع أن واحد عمره 90 سنة الاتحاد، واحد عمره 80 سنة. ليه؟ والهلال جاء بعدهم كم؟ جاء هو ابن من أبنائهم تقريبا إلى حد ما. ليش الهلال جاب هالبطولات؟ طيب أنتوا تقولون إعلام، ليش الإعلام ما وقف مع الاتحاد اللي كان يقف مع الاتحاد؟ خلينا نكون واقعيين، قضايا الهلال واهتماماته في صحافة المنطقة الغربية كان مهمش تماما إلى حد كبير. طيب ال4 الصحف هذه اللي كانت مع الأهلي والاتحاد، ليش ما جاب الاتحاد والأهلي؟ ليش ما جابوا البطولات اللي كان الهلال ياخذها من ملاعبهم؟ هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أو الرابعة، أنه لم يتجاوب الإعلام الهلالي أو الصحافة الهلالية لم تتجاوب مع معطيات العصر. جميل. أبو بدر، تقصد أنه التعامل مع التقنية، لكن عشان محاور ووقت البرنامج نبغى ننتقل لمحور. أختم بس بكلمة في هذا المحور، أنه العصر لم يتجاوب معه. شيء ثاني، الحرب الشعواء التي عملت على كل إعلامي هلالي. استعرض حتى القنوات الرسمية، قنوات التلفزيون السعودي مع احترامي تقديرها ملك الدولة، نعم حولوها لهم. المعدين أتحدى ملكية خاصة، أتحدى وبالأسماء يظهر أي واحد منهم. نسبة المعدين 99%. برنامج إرسال نصراويين. برنامج إرسال هو مطبخ للإعلام النصراوي، يعد فيه أجيال جديدة من الإعلاميين، شاء من شاء وأبى لا يمكن أن يفتح وتابعوا لهذا البرنامج. أنت اترك الهلال على جنب، الشباب لا يمكن يترك له مجال، الاتحاد لا يمكن يترك له مجال، الأهلي لا يمكن يترك له مجال، كلها للنصر. بدأت من أسماء معروفة، رسخت وجذرت للتواجد الإعلامي الصوت النصراوي الأصفر، التواجد للمدلل الحقيقي. نعم. طيب التوثيق، من كم يوم سمعنا تجميد اتحاد القدم. ببدأ معك من نقطة التوثيق، رأيك فيها ورأيك في ردة الفعل، وبعدين بنجي على النتائج اللي وصلنا لها، الأسلوب الدنيء والتآمر الرخيص، التآمر على دولة، عمل دولة، على كيان في دولة، اتحاد القدم. أنا أقول التآمر على شخصيات. لا، التآمر على شخصيات يختلف. الإضرار باتحاد قدم بمنظومة تنفق عليها الدولة أموال، والدولة قاعدة تتوجه الآن أنها تخصص هذه الأندية، تيجي أنت تجمد اللعبة عشان. طيب هل نتكلم عن التوثيق عشان بطولة ألف وباء؟ طيب التوثيق كفكرة جدا رائعة، ولا يمكن أن الحراج البطولاتي يستمر وهذا الصراخ يستمر. التوثيق كان مطلب لهم هم، كان من ضمن مطالبهم. الآن هم سعوا جمعوا بطولاتهم راحوا يوثقونها في الاتحاد السعودي. تمام. طيب ليش تعترضون على غيركم؟ ليش تعترضون على المنظومة اللي أكبر منكم؟ ما أنتوا سعيتوا بطريقة ملتوية عند سعيد جمعان وعند راشد، ما أقول لك عند راشد الجمعان، وعنده غيره، عن طريق شخصيات معينة نصراوية كانت تعمل في الاتحاد وتفتح العيون لغيرها. أما أنتوا سعيتوا توثيق بطولاتكم، بغض النظر نتفق معكم أو نختلف فيها، ألف باء تاء جيم إلى آخره، تصنيفاتها A B C غيره. طيب ليش تنكرونها على المنظومة؟ أنتوا قاعدين تنكرونها على المنظومة اللي ماسكة الرياضة، اللي هي الهيئة العامة للرياضة، وعلى اللجنة الأولمبية. أنتوا تروحون توثقون ناديكم، ويوم جاء الجهة المسؤولة عن تنظيم الرياضة في المملكة العربية السعودية توثق للجميع، توثق في كل الألعاب، تقولون لا. هذا تناقض مضحك، عشان تعرف بس أي عقليات. يعني سعيد جمعان أيوة، المنظومة كاملة لا. لو سعيد جمعان وافقهم كان سعيد جمعان أصبح فوق السحاب.
سعيد جمعان اعطاهم في مقتل. نعم لما سعيد جمعان اعطاهم الحقيقه. نعم لما سعيد جمعان تكلم بالصراحه كان تشكيك. لو سعيد جمعان قال نعم كان وين كان سعيد جمعان افضل رجل. يا رجل بلغ الموضوع ان بعض اعضاء شرف هذا النادي يهددون في حساباتهم في تويتر رئيس الهيئه العامه للرياضه والشباب، تهديد وانه سيتم عزلك. الى اي مدى؟ انا ارى ان هذا تمرد وعصيان اللي قام بنادي النصر ونادي الاهلي في موضوع توثيق البطولات، هذا اعتبره تمرد وعصيان، ويجب الاخذ على يدهم فيه. احتج نعم نصر، اهلي، اي نادي. دائم ابنك المدلل يخرج عن طوعك طبعا لانه مدلل، لانه ايش؟ معود انه ايش؟ ياخذ كل اللي يبغاه. احيانا يحتاج العصا. نعم هو لانه متعود ياخذ كل اللي يبيه. صحيح. احتج نصر، اهلي، اي نادي، مع احترام والتقدير لكم لجماهيريتكم ولتاريخكم. احتج، ما حد قال لك لا، لكن ما تقدر تحتج بأدب، ما تقدر تحتج بحجة. بالضبط. لا ما تقدر حتى تاخذ بكل ادب. والمسار الطبيعي. الرجال ما الاستاذ تركي الخليوي قال قدامك عندك شهر، لك سنه وشوي وانت ما قاعد تتعاون معي، انا اعطيك شهر. هذه كذبتهم الناديين ذولا، هذه كذبتهم للاسف. هم في الاخير هم ما يبغون توثيق. خله على طعام المرحوم، لا تدخل الان التوثيق. يعني نعود كفكره حلوه، لا يمكن البطولات ألا تصنف إلا. ظهرت لبعض هذا الإعلاميين اللي ينتمون لبعض الأندية مقاطع كانوا يؤيدون لما كان الأمير نواف بن فيصل بن فهد يدعو للتوثيق وكون لجنة التوثيق وأسندها لبعض المؤرخين. كانوا يقولون خطوة جيدة وجبارة. طيب وش اللي اختلف؟ هل لأنه نواف بن فيصل النصراوي مع الاحترام والتقدير له بالعكس هو بارك التوثيق. نعم، وهو رجل عاقل وحكم العقل في هذا الموضوع. حتى هو رد عليهم وأخرسهم، قال أنا مستغرب الضجة على اللجنة هذه، عملها جيد، عملها رائع، لكنه رجل عاقل، رجل دولة. احنا ما نفرق بين بعض المشاغبين. ويوم اختلف الموضوع انه عبد الله بن مساعد الرجل بدأوا وخاطبوا الأندية من تقريبا 13 شهر أو 14 أو 15 شهر. هو يقولون كم 13 شهر. طيب خاطبوا الأندية، يا أندية أعطونا بطولاتكم، تفضلوا قدموا حججكم أعطني بطولاتك، أنا الهيئة العامة، أنا بساعدك. لا أنت ما أنت الشخص المخول، أعطني معاييرك، أعطني. وبدأ الاحتجاج وبدأ الضجيج ولا إلى آخره. طيب لما ظهر المؤتمر وخرجت البطولات، مع أن الهلال مظلوم، الهلال هو أعظم نادي ظلم فيها، بياخذهم بالمقاييس بطولات الهلال فوق 90 بطولة، 94 بطولة نعم فوق 90 بأكثر، يمكن تصل إلى 100 إذا باخذ بنفس مقاييسهم اللي يأخذون بطولات تنشيطية. بطولة ألف وباء. أنا عضو شرف في نادي النصر أو أي نادي وأروح أنظم بطولة الفريقي ألف وباء وأحطها بطولة، هذا نكتة. طيب هل أنتم أحرص من تاريخ ناديكم من عبد الرحمن بن سعود رحمة الله عليه؟ عفوا بس صحيح. هل أنتم أحرص منه؟ هل أنتم أذكى من هذا الرجل؟ هل أنتم أفهم منه؟ الرجل خرج عام 1981 واستعرض بطولاته بالصوت والصورة، هذا المقطع الذي يقتلهم كل يوم. يعني أنتم اللي جيتوا بعد عبد الرحمن بن سعود، يعني أنتم أحرص منه على توثيق بطولاته. نعم عبد الرحمن بن سعود انساق معكم في الأخير، ولكن الرجل وثق. وش المطلوب منه؟ الفريق حبة فوق وحبة تحت، أبو بدر معليش. بالضبط. طيب هذا اللي قاعد يتحمله من؟ أنا أتكلم عن اللي أنا قاعد أقرأ المشهد كذا، أن الفريق اللي قاعد أقرأه أنه كلما قدم الهلال مستويات أقل من جيدة، مثل مباراته أمام الرائد الأخيرة. نعم. الهلال كان سيء، الفريق الرائد كان فريق محترم، لم يفز الهلال إلا بطلوع الروح. لا، ما دامنا على ذكر الروح، لا روح، لا تكتيك، لا انضباطية، تشعر أن الفريق اجتهادات فردية، كأنه ألقت لهم الكرة وتفضلوا بس نبغى نتيجة المباراة. كيف؟ ما ندري كيف تجيبونها، والله أنتوا الملعب. فأنا بقول إنه ما هو معناته إذا الفريق الهلال ما قدم مستويات جيدة إني أروح أبحث عن كبش فداء. خلينا نكون واقعيين، خليني أبدأ أحددها. أي انتصار له ليس له أب واحد، نعم، لا عدة عناصر، وأي خسارة لا بد يكون لها أكثر من طرف. أما في الخسارة وأبحث عن كبش فداء وحيد وأحمله كل التبعات اللي في الملعب واللي خارج الملعب، هذا غير منطقي بصراحة، وشخصنة غير منطقية. وفي إذا جاء الفوز أتجاهل هذا الشخص وأبدأ أشيد باللاعبين. اللاعبين هم الطرف الأهم في الموضوع، كما أن اللاعبين ينالون من الحظوة ومن المديح ومن الثناء ومن التشجيع ومن
عليهم أن يتحملوا وقت الإخفاق. الهلال لما غاب عنه محاسبة اللاعبين من قبل الجمهور ظهر لنا جيل لا إلى حد ما لا يقدم المستويات اللي نبحث عنها. كانت إدارة الهلال الجمهور ما تعزله، كانت إدارة الهلال لا تعزل الجمهور عن اللاعبين، لا تعزلهم، فبالتالي هو كان يسمع صدى الجمهور، يحس وصوت الجمهور يحس فيه اللي ترك ويمكن عياله في البيت وجاي يمكن بعضهم مريض، الشخص اللي ترك أعماله وأشغاله جاي يتابع تمرين أو يحضر مباراة. طيب أبو بدر، أنا بستوقفك وبختلف معك في نقطة، تفضل وتسمح لي. إن شاء الله نختلف تنوع. عرفت؟ اختلاف تنوع طبعا أكيد. ويبقى رأيك على العين وعلى الرأس، لكن الطبخة داخل قدر الضغط بيش تكتمل؟ الصفارة، صح؟ صحيح. الصفارة إذا ما أدت دورها تنطبخ ولا لا؟ لا، معناته الأكلة ما استوت، صح؟ الطبخة ما استوت. أنت قبل شوي تقول إنه نصب جام الغضب على شخص أو فلان أو الجهة الفلانية، نبحث عن شخص، نبحث عن مخرج عشان نفرغ فيه، عشان نفرغ فيه لا غضبنا على نتيجة. أنا والله يعني ما أتكلم عن أني ضد شخص أو ذا، لهم المحبة والتقدير جميعا. كل شيء تغير في الهلال إلا الوضع الإداري. تعددت الإدارات والشخص واحد. صحيح. أنا أوافق. تعدد المدربون والشخص واحد. تعدد اللاعبون والشخص واحد. بس معليش، لا يمكن أن هذا الشخص أحمله كل شيء. ترى ما هو دفاعا عن هذا الشخص. لا، أنا ما أحمله كل شيء، صح، بس إنه أحد أهم أسباب عدم أهم يمكن أختلف معك فيها. ليش؟ لا، هو يبقى له دور. كم دوره؟ يعني زي إذا جيت أقول والله هذا المدرب فاشل، مو له دور؟ كم له نسبة من؟ طيب بسألك سؤال وأثبت لك وجهة نظري. تفضل. معليش. ولا أحب طبعا أخوض في الحديث هذا حتى ما يكون اللي ضد هذا الشخص يحسبوني إني أنا أستجلب الماضي ويعني إني أشخصن. الكابتن سامي الجابر درب نادي الهلال لمدة موسم، شفنا الروح اللي داخل نادي الهلال. سامي الجابر ما كان مدرب فقط، الآن سامي الجابر في نادي الشباب، سامي الجابر مدرب ومدير كرة، سامي الجابر كل شيء، الكل في الكل، يؤدي أدوار. عرفت؟ مع وجود فهد المفرج في أيام سامي الجابر، فهد المفرج يقدم عمل احترافي الكل يشهد. عرفت؟ والرجل يبذل من جيبه للهلال الكل يشهد، ولا نبخس حقه. نحن نبحث عن النتيجة. الهلال مبتعد عن الدوري، الهلال يخسر في آسيا أكثر، اقترب من آسيا كثير ولكن يخسر بعوامل عدة. سامي الجابر تواجد، كان في روح. ناصر الشمراني في مباراة الرائد، أنا كنت من الناس اللي أشجع أن ناصر يلعب، أشجع أن ناصر يتواجد في التشكيلة الأساسية. ناصر الشمراني ما قدم مستوى، مع احترامي لشخصه الكريم، عرفت؟ أنا أبحث أنك تقدم لي، أبحث أنك تعطي الفريق من روحك اللي موجودة عندك. ناصر الشمراني بث روح في الهلال أيام سامي الجابر، وين هي؟ بس وين اختفت؟ عفوا، وهل كان ناصر الشمراني هو الشخص السيء في مباراة الرائد؟ لا. طيب إذن العدوى انتقلت. طيب أرجع لكلامك الأول. العدوى انتقلت. قلت إنه أنا ما طالب شيء من المدرب حتى لو 10 مباريات. خليني أرجع لكلامك. طيب لسه كلامك قبل شوي. ناصر الشمراني جديد على الهلال؟ لا، أنا أتكلم فهد المفرج جديد على الهلال؟ سالم الدوسري؟ لا طبعا. شوف، الهلال كمنظومة بدأ يا شيخ كلاعبين، خلينا نكون واقعيين، خلينا ناخذ أعمار اللاعبين. استعرض من محمد الشلهوب إلى ياسر القحطاني، ناصر الشمراني، أسامة هوساوي، من بعد خذ كم نسبة اللي يلعبون في التشكيلة الأساسية أعمارهم فوق 30، من 32 وفوق. خلينا نكون واقعيين. لا يمكن يكون في الفريق من 11 لا 5 منهم أو 6 أعمارهم من 30 وفوق. الرويلي، معدل أسامة هوساوي، معدل الأعمار. خلينا ناخذ هذا جانب، هذا طرف. يعني ممكن لو تعطي متوسط الأعمار في الهلال 29-30. هل هذا معدل طبيعي؟ لا يمكن. والدليل حتى مباراة الاتحاد كيف خسر الهلال. أكبر دليل فنقادة يقول إنه ريال مدريد حاول يتعاقد مع يوسف الثنيان، سألوه يا فنقادة كم عمره اللاعب هذا ممتاز، كم عمره؟ قال 28. قالوا لا، انتهى بالنسبة لهم. أو شيء لأنه بيروح يتأقلم، ثقافة جديدة، نظام جديد جاء من الشرق الأوسط. يعني أنا أستوحي يعني خلينا نكمل. أستوحي من كلامك إنه المراكز في الهلال محجوزة. أنا ما أقدر أقول إنها محجوزة، لكن الهلال وين الهلال اللي كنا نعرف عنه الثورات تبدأ من الهلال. إحنا نذكر
عام 1409 اللي هو عام 1989. نعم 1989 سنة كأس الملك بالضبط، لما فاز الهلال بمباراة في نهائي كأس 3-0 على النصر. كلهم مدافعين اللي سجلوا. ممتاز. كان لما جاء كاندينيو وزج بناس يمكن ما لهم الا شهرين، زج مجموعة في ذيك السنة، صعد التيماوي، صعد سامي الجابر الفورمين، اخذهم من درجة الشباب. صعد مين؟ يعني هذا اللي اذكرهم، هم اللي اثروا الهلال فيما بعد. 1410 اللي هو 1990 1989 1990 جابوا بطولة الدوري، وهم كم؟ سامي الجابر 19 سنة، والتيماوي 19 سنة أو 18 سنة أو 20 سنة، يعني الفرق بينهم. يعني أنت تتكلم عن الهلال افتقد شجاعة الإحلال. يعني الآن البطولة كأس العالم اللي تأهل لها منتخبنا للشباب ورفع رؤوسنا ومفخرة لنا، صحيح. كم فيه من اللاعبين المميزين اللي يلعبون في هذا المنتخب من نادي الهلال؟ خذ بس مثال 2 بس، عبد الرحمن اليامي، ونسيت هم 2، واحد اسمه الفلان البيشي في خط الدفاع، والبيشي في عنصر كريري، نايف كريري، لا وفي عنصر ثالث رابع كان اساسي. هذولا لاعبين وصل اعمارهم الى 18 و19. الهلال مثل هذولا ما كانوا يضيعون، كانوا موجودين، هذا لا بد يلقون فرصتهم. يعني الان مجاهد المنيع بدينا المدرب بدا يتحسس، ألا يوجد في فريق الشباب والفريق الأولمبي الهلالي من مجموعة من اللاعبين المميزين؟ لو كل من فريق صعدت 2 أو 3، يعني ألا يمكنهم يحلون بدل لاعبين، خلينا نكون واقعيين، بلغوا 33 والرابعة 30 و35 لهم 4 أو 5 6 سنوات يلعبون، بس ما هم بياخذ زمن وزمن غيره، خلاص إحلال. الهلال عرف عنه الشجاعة يا رجل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا هلا وسهلا فيكم معنا في قناتكم قناة هلالي نوت، صوت هلالي، وفي برنامجكم صوت الزعماء. يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفنا وضيفكم الأستاذ والإعلامي الكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم الجار الله. حياك الله معنا أبو بدر. شكرا لك على حضورك. الله يطول عمرك. شكرا لك أستاذ فايز، وأنا فخور أني أكون معكم ضيف أو من حمام الدار يعني، ويسعدني ذلك. يشرفنا، الله يسعدك إن شاء الله. طبعا أنت مثل ما عارف ومتابعينا يعرفون أنه قناة هلالي نوت تتكلم عن الرياضة بالعموم وتخص الهلال بالحديث. أسألك تحديدا الآن عن الهلال في الدوري في كرة القدم، في الفريق الأول إلى أين يسير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بنتكلم عن الفريق الهلالي الآن هو متصدر طبعا، احنا نتكلم بعد الجولة التاسعة. الهلال طبعا ب21 نقطة، جميل، ويليه النصر ثم الأهلي ثم الاتحاد ثم الشباب إلى آخر القائمة. لكن من ميزة وتفرد نادي الهلال، وحتى قد يحسبها بعض الجماهير بالذات الأخرى التي ليست من جماهير نادي الهلال، طبعا يحسبونها علينا أنه قاعدين نطبل فريق الهلال. لا، ميزة الهلاليين انهم حتى وهم في الصدارة لا يقتنعون. الهلال تعودوا انه يكون هو في القمة، وحتى مرت سنوات كثيرة على الهلال وهو متصدر يلغي عقود مدربين مثل بيسيرو بالضبط. يعني الهلاليين يمكن لا يشبع الفريق، ما يعجبهم العجب. لا لانهم فريق بطل. القائمة الأخيرة يعني شوف، أنت بتتكلم وبتقول والثاني بيتكلم ويقول اللي يميل للنادي الفلاني والنادي الفلاني، مع كل احترام لكل الأندية، لكن إذا جت البيانات، جت لغة الأرقام، يظهر الهلال هو المتميز، هو المتفرد. الهلال مع أنه متصدر، إلا أنه الهلاليين لم يعني، يمكن لو سوينا استفتاء سريع جدا عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، لن تجد، يمكن يصل إلى 85 أو أكثر من الهلاليين، الجمهور الهلالي اللي على طول المملكة وبعرضها غير راضيين عن الوضع اللي قاعد يحصل في نادي الهلال. ليه؟ تعودوا الهلال يكون مستوى ونتيجة وقمة. اللي يحصل الهلال شيء يخوف بصراحة. احنا نقول بعد 21 مباراة
الهلال فقط 6 نقاط، كان مفترض انه يكون العلامه الكامله 27 نقطه، الهلال الان 21 نقطه مع خلفه النصر طبعا فارق مش الاهداف. 21 مباراه انت، 21 لا نقطه معلش 21 نقطه من 9 مباريات الان. يعني كان مفترض ان الهلال يعني على ما كان يتوقع الهلاليين من استعدادات قبل بدايه الموسم، من تعاقدات مميزه من قبل اداره الامير نواف بن سعد واللي تشكر عليها، ودعم اعضاء الشرف الفاعلين، جميل، انه يكون الهلال يعني العلامه الكامله بعد 9 مباريات اللي هو عن طريق 27 نقطه. صحيح. تفاجأ الجميع بعد الجوله تقريبا الرابعه بإلغاء عقد المدرب جوستافو. اللي اقلق الهلاليين اكثر يعني وين كانت العين الهلاليه الفاحصه خلال اكثر من 2.5 شهر مع هذا المدرب، من خلال فتره الاعداد، من خلال اختيار العناصر الاجنبيه، من خلال لعب المباريات الوديه، ثم الدخول في بطوله السوبر، ثم بطوله الدوري. لو تستعرض انا اقول لك استعراض كامل الهلاليين، هل انتم راضون عن الهلال؟ يقول لك لا. يعني خلينا نقول مباراه الرائد كانت المباراه الاخيره على ارض الهلال، الهلال فاز بصعوبه. الهلال مو هذا اللي نعرفه، الهلال يضرب بالثلاثه وبالاربعه رقم ونتيجه. طيب ابو بدر، انا راح ارجع معك باثر رجعي طبعا عن السؤال اين العين الفاحصه مثل ما قلت من تعاقد مع جوستافو طبعا بدايه. لكن بسالك الان، بعض الجمهور الهلالي ممكن يقول وانا منهم يعني اقول المدرب الجديد يعني ليس عليه ملامه، اللي هو دياز. المدرب الجديد لا زال يبحث عن يتلمس طريقه. بالضبط، يتلمس طريقه ويعرف الكرة في المنطقة الخليجية تختلف عن صح. اللاتينية في أشياء بسيطة، في جزئيات أنها أشبه بالمهارات وبالأمور هذه. ثقافة ثانية، ثقافة مختلفة. يعني ما تشوف أنه المدرب طبعا أنا ما أشوف عليه ملامة، ولحد 10 مباريات أنا ما عندي مشكلة كهلالي. لكن الدور الإداري اللي قاعد يقوم فيه إدارة الهلال بعيدا عن المسميات، لأن احنا ذكرنا أسماء الحين يزعل الناس علينا صح. يعني يهمنا منظومة العمل، يهمنا منظومة العمل بالضبط يعني. أن نشخصن الأمور مع فلان وعلان، ولهم كل التقدير والاحترام صحيح. صحيح. عرفت، من رأس الهرم إلى أصغر هلالي. الدور الإداري في داخل نادي الهلال إيش رأيك فيه؟ يعني طبعا لن تجد شخصين يتفقون على رأي واحد، فما بالك بجماهيرية نادي الهلال. ونتكلم عن يعني يكفي حتى تحكم على هذا الجماهيرية واختلاف وتنوع المشارب والآراء. موقع الهلال الرسمي أكثر من 5 مليون، يعني يقابله 4 الأندية الكبيرة الأخرى، الهلال، الاتحاد، النصر، الأهلي، شباب، مع كامل الاحترام والتقدير لا تجدها موقع الهلال لم تصل هذه المواقع إلى الرقم 5 مليون. تخيل هذا 5 مليون كجمهور فقط، رأيهم فقط، هل ممكن يتفق على رأي واحد؟ لا أكيد. ولن يكون مستوى الرضا بالدرجة نفسها. أبنائك في البيت ما يتفق. بالضبط وهم أبنائك. يعني لا يمكن، قد يختلفوا معك اختلاف جذري، يعني مو اختلاف يقول لك اختلاف تنوع، لا يمكن اختلاف متضاد، بس بيتفقون على محبتك، بيتفقون بالضبط. على البحث عن مصلحتك صحيح. نعم بالتأكيد. على احترامك صحيح، على احترام الكل. يعني جمهور نادي الهلال أنا لا يساورني الشك أن الجمهور الهلالي بكافة أطيافه وبكافة مشاربه وبكافة تنوعه، سواء المحلي أو الخارج خارج المملكة، لأن مواقع التواصل الاجتماعي كشفت لنا جماهيرية طاغية في الدول دول الخليج والدول العربية، بالذات الدول الخليجية اللي حولنا. يعني يكفي انك تذكر في قطر روابط التشجيع، يكفي انك تذكر في عمان، يكفي انك تذكر في الامارات، يكفي انك تذكر اللي في الكويت. والدليل اذا جت المباريات المهمة والمفصلية والحساسة نجد روابط تجي من عمان، من الامارات، من قطر، من الى اخره. فلا يمكن ان نتفق على انه العمل الاداري في نادي الهلال انه مرضي لجميع الاطياف. ليه؟ لأن أحيانا النتائج ما تخدمك. النتائج هي ستشكل رأي عام ضد فلان أو علان في الإدارة صحيح. ضد رئيس النادي، إما الرضا أو السخط. بالضبط. لو كانت النتائج يعني وإحنا نشوفها ونقيسها الآن، إذا كان الهلال في يومه حقق نتائج عريضة، مباريات حسمها، تجد نسبة السخط على الجانب الإداري أقل، والكلام يمكن القوي والقاسي قد يكون إلى حد ما يختفي، وينصرف
الموضوع إلى ثناء على اللاعبين، على اسم الهلال، على قيمة الهلال، على انتصار الهلال. إذا تراجعت هذه مثل ما قاعد يحصل في آخر المباريات اللي لعبها الهلال، تجد أن هناك شخصنة تتجه إلى شخص معين في إدارة الفريق، رئيس النادي، إدارة الفريق، إلى آخره. هي الإشكالية هنا أنه عين الرضا عن كل، هذه مشكلة. لابد أنه معناه يكون عندنا منهجية في الانتقاد، يكون عندي منهجية واضحة. إذا فاز الهلال، طيب هل أنتقد فلان في الجهاز الإداري؟ طيب إذا خسر أرجع أنتقده نفسه؟ معناته أنا قاعد شخصا. منهجية هذا ما أنا لابد أحدد. التماوي في مباراة كأس الملك تقريبا ما غامر فيه المدرب كانديلي ودخل فيه، وكان أفضل لاعب. خلك شجاع. إدارة الهلال، أنا أقولها لإدارة نادي الهلال وأقولها للجماهير، خلوكم مع إدارة نادي الهلال. إدارة نادي الهلال كونوا أبطال، عودوا للهلال الأول. الهلال لا يتوقف على لاعب أيا كان هذا اللاعب. والله لو كان هذا اللاعب تنافست عليه أعظم الأندية. عندك منجم، الهلال عنده منجم، عنده في الشباب، عنده في الناشئين، عنده في الأولمبي، عنده لاعبين جاهزين. بس وينهم؟ شوف لاعبي الهلال وين يروحون؟ راحوا للفتح وراحوا للرايد وراحوا للتعاون. طيب أما هم أفضل من اللي موجودين الآن؟ الهلال شوف لن يتوقف على نواف العابد، ولا على سالم الدوسري، ولا على سلمان الفرج، ولا على ياسر القحطاني، ولا على ناصر الشمراني، ولا على ولا. الهلال هو مدرسة الأولى في الكرة السعودية من واقع الإنجازات. النادي اللي تأسس عام 1957 سيدخل السنة القادمة سينهي 60 من عمره. هذا النادي يتفوق على أندية 90 و80 و70 و60. الهلال ادفع بالناشئينك، ادفع باللجوم لدرجة الشباب ويحترقون ويضيعون. طيب سياسة دياز، وانت اعرف سياسة دياز، وانت كنت تتكلم معي قبل الحلقة انه استقطب جاهد المنيع، السواط، لاعبين من الأولمبي، لاعبين من شباب. هذا بدأ يفتح لنا الأمل. الهلال، هل ترى انه الصبر على دياز لموسم او موسمين قد نرى الهلال في 90؟ يعني احنا نقول انه شوف، ما دام انك المدرب صاحب سيفي لا ننكر. صحيح. يعني المدرب السابق لا، جوستافو لم يكن صاحب سيفي بصراحة. تم اختياره، لما نتكلم عن لجنة فنية انا استغرب كيف تم اختياره صراحة. لا سيفي يدعم، ومدرب مطرود من اكثر من نادي. ما نبي نكرر خطأ. انت جبت مدرب وتأخرت في التعاقد معه. درست ملفه. صحيح. ودرست ملفه واعطيته المبلغ المادي، والرجل جاء من ثقافة أخرى ومن عالم آخر، وجاء من منافسين عليه. الآن أعطيه الفرصة. أنت ما أمامك خيار. شوف ما أدري، ربما الدوري يتحقق وربما لا يتحقق، بس لا يمكن يخسر الهلال. الدوري بداله دوري. أنا معك أن الوضع صعب، أني أغيب للسنة السادسة على التوالي إذا ما حققت الموسم هذا 2016-2017. إذا ما حققت بطولة الدوري ستكون سابقة تاريخية أن الهلال ما حقق. لكن لا نضغط على الهلال، لا نضغط على الهلال. الهلال يعوض، سيشترك في البطولة الآسيوية، عنده بطولة ولي العهد. ما هو معناته يا جيب الدوري يا لا. أنا معك أن الدوري له رونقه، له قيمته، يعني له البطولة المعتمدة على لأنها تأهلك البطولة إقليمية إلى آخره. ولكن إذا ما حققتها الهلال لا ينكسر. عطوا الفرصة للشباب، والهلال خلال 2-3 سنوات سيعود هلال زمان. قم بثورة كاملة، استبعد العواجيز اللي في الأخير هم يستفيدون الهلال والهلال ما يستفيد منهم. مع محبتي وتقديره لكل ما قدموه وعلى عيني وراسي، أنا لا أقصي أحد، ولكن الهلال عندي هو الأول، البقية لا. أحترم وأقدر كل ما قدم ياسر، كل ما قدم ناصر، كل ولكن مسألة أنه يكون في الفريق نص الفريق أعمارهم من 32 وفوق، هذا خلل لا يمكن أغضبه. عندك الأسماء لو نستعرضها: أسامة هوساوي، ناصر الشمراني، عواد شو اسمه عبد المجيد الرويلي، من بعد محمد الشلهوب. احنا نتكلم الآن عن يمكن بعضهم لا يقل عن 5 إلى 6 عناصر في الفريق الهلالي أعمارهم من 30 وفوق، وبعضهم تشعر مو كذا بس، مو معناته انه من 30 فوق انه لا انتهى، لا. لو كان هناك طموح اقول خليه يستمر، ما عندي مشكله، ولكن بعضهم توقف طموحه. يعني مثلا انا احيي اداره نادي الهلال لما لم تجدد مع الفريدي.
لاعب مزاجي ولاعب لا يمكنك تعول عليه، يمكن يبرز في مباراه و10 مباريات يخذلك. لاعب شوف انتقل مع نادي الاتحاد ما استمر، الآن يعاني مع مشاكل مع نادي النصر. نعم له حقوق مالية أنا ما أتكلم، ولكن في الأخير أنت أمام لاعب مزاجي لا يمكنك تعول عليه. أنا أبغى لاعب مثل محمد الشلهوب، أفضل لاعب سعودي. شوف رغم أنه السادسة والثلاثين من العمر، إلا أن الشلهوب يبقى إذا دخل له لمساته. نعم ليست مثل الأول، فقد كثير من مميزاته لاعب العشر الدقائق. نعم، وإذا لم يكن هذا الموسم هو الأخير له مع مجموعة من اللاعبين، معناته أن إدارة الهلال قاعدة تغامر وقاعدة تجامل. إذا لم يكن هذا الموسم هو الموسم الأخير لبعض الأسماء اللي نحترمها ونقدرها في إدارة نادي الهلال، فمعناته أن الهلال قاعد يعمل بالعكس، قاعد يرجع وراء، يرجع ريوس. الهلال قاعد يظلم، نعم، وقاعد يفرط وقاعد يقتل طموح ناس. أنا علي إني أناظر فوق. الهلال كان دائم نظرته للأمام، لا يمكن الهلال ينظر للخلف. يا هلال تبي تستعيد مجدك، افتح الأبواب للمبدعين الصغار، افتحها وادعمهم، وصدقني والله ستختفي نغمة أن نتكلم عن فهد المفرج، عن فلان، مع كامل احترام وتقديري. نعم أنا لي تحفظات على فهد في أمور، نعم أتفق أنه هذا الرجل، أنا لو محل الأمير نواف بن سعد، حتى لو كنا هذا فهد المفرج من أفضل إداريين وأنا أحترمه وأقدره، لكن كثر الكلام على هذا الرجل افترض أني خلاص انتهى. حتى لو كان هو أفضل نموذج، ليه؟ لأنه أصبح شماعة. يعني الهلال ترى ضحى بسامي الجابر، وقالوا ناس لأنه أصبح هو مرتكز النقد من الجميع، اضطروا أنهم قاوم الهلال إلى أن انتهى الموسم. الآن فهد المفرج ما يحترم تقديره له، أمضى يمكن 6 سنوات أو 5 سنوات مع الفريق. أنا ما أقول إنه جد الدماء. نعم أنا ما أقول إن الرجل سيء، يا ناس افهموا، إحنا ما نقول تغيير فهد المفرج لأنه سيء، لا، ما العمل يحتاج إلى تجديد. يعني الأمير نواف بن سعد ما كان محترم تقدير، يقول إنه رجل أمين ويحبون اللاعبين وإنه ما يفشي أسرار النادي، وهذا مطلوب منك. يعني إذا كان في أحد يفشي أسرار النادي وهو يعمل معي في المنظومة، بغض النظر هو مدير فريق، هو مسؤول حول الفريق، هذا سأتخلص منه في أي لحظة. لكن ثقتك يا سمو الأمير مقدرة في الرجل، وفهد كل يقدره، ولكن احنا نقول في مسألة التغيير مطلوب، وخصوصا طبعا إذا كان أنت معجب في شخص وهو موجود داخل ملكيتك، داخل شركتك، ما حد يقدر يفرض رأيه. صحيح. فهد المفرج سمو الأمير نواف بن سعد يقود نادي هو ملك لجمهوره. أنا مستمتع بالحديث معك. بنطلع فاصل، وبعد الفاصل راح نتكلم، مشاهدين الكرام راح نتكلم، تابعونا، عن تجميد اتحاد القدم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج صوت الزعماء. ضيفي وضيفكم الأستاذ إبراهيم الجار الله، حياك الله مرة ثانية. تكلمنا قبل الفاصل طبعا عن الشأن الهلالي بإسهاب. راح أقفل معك المحور حتى ننتقل في المحور اللي ذكرناه قبل خروجنا من للفاصل. الجمهور الهلالي والإعلام الهلالي، إيش دوره حتى أنه يستطيع إكمال المنظومة العمل أو سد الفجوات والخلل الموجود في العمل في الهلال؟ طيب، علينا أن نؤمن إيمان كامل أن التعاطي مع أي شأن عام في أي منظومة قبل وسائل التواصل الاجتماعي شيء